السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب الجميل، عزيزتي الطالبة الجميلة، أهلا وسهلا بيكم في بارت 2، تاني جزء عندنا من ليسون 1 اللي بيتكلم على جروب 1A. الحصة اللي فاتت في الفيديوهين بتوعها خلصنا ايه؟ اتكلمنا على جروب 1A يا قمر، واتكلمنا على مقارنة جروب 1A ببعضه اللي هو لينا في كارب على شمسيس، ومقارنة البروبرتيز بتاعته ببقية البريودك تيبل، وخدنا الكيميكال رياكشنز كلها بتاعت جروب 1A ولميناها في ورقة واحدة. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنخلص نص الشابتر، يعني هقضي على بارت 2 من ليسون 1. هتكلم في بارت 2 على جروب 1A على 3 حاجات. ركز معايا عشان تعرف محتويات الحصة ايه. اول جزئيه من الحصه هجيب الاليمنتس اللي في جروب 1A كلها واتكلم لها على اليوزز بتاعتها، يعني هنحفظ الاستخدامات بتاعت كل ميتال موجوده عندي في جروب 1A، يعني جزئيه حفظ، فهقلب مدرس دراسات واقعد اعمل لك لينكات علشان احفظك كل ميتال بنستخدمه في ايه. تاني جزئيه في الحصه هعمل اكستراكشن لحاجات من جروب 1A من الاور بتاعها، فاكر الاصل بتاعها الصخره اللي هي بتتواجد فيه، وهناخد اكزامبل اكستراكشن الصوديوم من المولتن NaCl بالالكتروليسيس اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وهنعيدها تاني النهارده. ثم ثالث حاجه هتكلم على مركبين مهمين جدا بيحتووا على جزء من جروب 1A اللي هم الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم كربونات. هنمسك الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم كربونات دول ونتكلم على تحضيرهم، ازاي نعمل لهم بريباريشن، وعلى اليوزز بتاعت واحد واحد فيهم والبروبرتيز بتاعتهم. نبقى قضينا وخلصنا على الشابتر. يلا هات لك كوبايه شاي، وعايزك تجيب لك ورقه بيضه وقلم علشان هنبتدي بالجزء الاولاني من الحصه. الجزء الاولاني من الحصه هتكلم على تطبيقات الساينس اند تكنولوجي لجروب 1A او استخدامات جروب 1A المختلفه اللي موجوده عندنا. هنحفظ مع بعض كل ميتال في جروب 1A وبنستخدمه في ايه بلينكات زي العسل ان شاء الله. يلا هات لي ورقه بيضه وقلم علشان تكتب بايدك اليوزز بتاعت جروب 1A. يلا بينا يلا بينا نبدأ بقى بال1A ميتالز كده، نفتكرهم مع بعض. هم كانوا ايه يا دكتور؟ لينا اللي هو ليثيوم وصوديوم، كانت في كارب اللي هو البوتاسيوم والرابيديوم، عشان سيس اللي هو السيزيوم. هنمسكهم واحد واحد بالترتيب وحفظك الاستخدامات بتاعتهم بلينكات زي العسل ان شاء الله. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم باليوزز بتاعت الليثيوم. قبل ما نحفظ يوزز، انت عارف استخدامات للليثيوم؟ يا دكتور، ده الليثيوم ده موجود في حياتنا في كل حاجه الكترونيه. ليه؟ لان البطاريه بتاعت اي ديفايس الكتروني في الدنيا بتبقى معموله من الليثيوم. يعني 3 حاجات اهم من من اكتر الحاجات المهمه اللي في الدنيا: الموبايل اللي مع حضرتك، العربيه الكهرباء لو انت بتركب عربيات كهرباء، اللابتوب اللي بتتفرج عليا منه دلوقتي، كل دول فيهم بطاريات. بطاريه التليفون، بطاريه العربيه، بطاريه اللابتوب، كل البطاريات بتبقى معموله من الليثيوم. عشان كده 70% 70% من الاستخدام بتاع الليثيوم، يعني الليثيوم اللي في الدنيا بيستخرجوه ده 70% منه بيستخدموه في تصنيع البطاريات. يبقى يلا الليثيوم لو عايز اعمل له كود هيبقى اسمه اول حاجه ليثيوم بطاريه. اهو ليثيوم بطاريه، يعني بنستخدم الليثيوم في تصنيع البطاريات بتاعت اللابتوب، بتاعت الموبايل، بتاعت العربيه، بتاعت اي بطاريه. قشطه. طب تاني حاجة أو تاني استخدام للليثيوم، بص بقى، ده مش الليثيوم لوحده، ده بيعملوا حاجة اسمها اللوي. اللوي بالعربي يعني سبيكة. ايه يا دكتور يسري السبيكة دي؟ اسمع مني كده. بيجيبوا نوعين من الميتالز، بيجيبوا ليثيوم وبيجيبوا ألمنيوم، ويسيحوا الليثيوم والالمنيوم ده، ولما الليثيوم والالمنيوم يبقوا ليكويد يحطوهم على بعض ويسيبوهم يبقوا سوليد، يعني يسيبوهم يسوليديفاي مع بعض، فبتتكون عندك حاجه اسمها اللوي، سبيكه. السبيكه دي وحده واحده بس جواها نوعين من الميتالز اللي هم الليثيوم والالمنيوم بنسب محدده. طب السبيكه بتاعت الليثيوم والالوي بينها وبين بعض كده هنسميها ايه؟ هنسميها ليال. الله، ده اسم جميل قوي يا دكتور. انا اعرف واحده اسمها ليال، بغض النظر عن اللي انت تعرفه، السبيكه اسمها ليال. طب السبيكه دي يا دكتور بيستخدموها في ايه؟ بص بقى، ليال دي بيستخدموها في ايه؟ ليال دي صاروخ، طياره، عجله،
مضرب. ايه ده يا دكتور؟ ايه المشترك بينهم؟ ليال دي صاروخ وطياره وعجله بتستخدم في الفريمز بتاعت الحاجات دي، يعني الاطارات بتاعت الحاجات دي. بص كده، سواء كان صاروخ، سواء كان طياره، سواء كان عجله، سواء كان الاطار بتاع المضرب ده عزيزي الطالب، فالاطارات دي محتاجين ان احنا نعملها من حاجه خفيفه في الوزن وفي نفس الوقت تبقى جامده وقويه، وده اللي بنوصل له من الالوي بتاعت الليثيوم والالومنيوم. يبقى عندي الالوي دي مش ليثيوم بس، ليثيوم والومنيوم. جبت الليثيوم والومنيوم وسيحتهم وسبتهم يسوليديفاي مع بعض، عملوا لي سبيكه ليثيوم والومنيوم اسمها سبيكه الليال. طب سبيكه الليال دي يا دكتور ايه؟ طياره، صاروخ، عجله، اي حاجه من دول ليها فريم بنستخدمها في تصنيع الفريم بتاع الحاجات دي. ليه؟ لان الالوي دي وزنها خفيف وفي نفس الوقت قوية جدا. قشطة. يبقى الليثيوم ده الكود بتاعه بيننا وبين بعض ليثيوم بطارية وليثيوم ألوي اسمها ليال، يبقى اللي هي ليثيوم ألمنيوم ألوي. تمام يا دكتور. يبقى الحمد لله خلصنا الليثيوم. نخش على تاني ميتال عندنا اللي هو الصوديوم، وبرضه هنعمل له كود مع بعض. يلا الصوديوم. استخدامات الصوديوم ايه؟ انظر إلي عزيزي الطالب واحدة واحدة. هل انت عارف ان اللمبه اللي انت بتحطها في البيت دي نوعين؟ ممكن لمبه تديك لون ابيض وممكن لمبه تديك لون اصفر. يا دكتور، اللمبه اللي حاطينها عندنا عند السفره بتدي لون اصفر، واللمبه اللي في اوضه نومي موفره بتدي لون ابيض. الصوديوم بيستخدموه في تصنيع حاجه اسمها الصوديوم فيبر لامب. اللمبه اللي اسمها لمبه الصوديوم دي بتطلع اضاءه لونها ايه؟ بتطلع اضاءه صفراء، يعني يلو لايت. يبقى اول استخدام للصوديوم هنسميه صوديوم لمبه، يعني صوديوم لامب. الصوديوم فيبر لامب اللي بتطلع لون اصفر مش لون ابيض. طب دكتور، هي دي بتبقى احسن من النور الابيض؟ بس مش في بيتنا، في الشارع. هقول لك ليه. دايما في حاجه بتبقى منتشره او موجوده في الاوقات اللي قرب الفجر كده اسمها الفوج، الضباب. صح؟ يا دكتور انا عارف الضباب. لو احنا منورين الشوارع بتاعتنا بالنور الاصفر ده هتلاقي نفسك قادر تشوف جوه الضباب. ليه؟ لان النور الاصفر ده كفاءته عاليه، الافشنسي بتاعته عاليه، وفي نفس الوقت عنده خاصيه اسمها هاي فوك بنتريشن، يعني بيقدر يخترق الضباب فتقدر تشوف اضاءه الشوارع بشكل واضح. يبقى الصوديوم لامب يعني يلو لايت بتستخدم في اضاءه الشوارع علشان عندها هاي فوك بنتريشن وهاي افشنسي. قشطه. يبقى ده صوديوم لمبه. مين تاني يا دكتور بيستخدم الصوديوم؟ اللي بيستخدم الصوديوم الراجل الجميل ده عم كيم بتاع كوريا الشمالية. ده عنده مفاعل نووي. صح؟ يا دكتور، وده الشابتر الاخراني اللي موجود عندنا في المنهج السنة دي. اسمع مني بقى. اي مفاعل نووي في الدنيا بيحتاج عملية اسمها عملية التبريد. قشطة. لو انت عامل مفاعل نووي في البيت هتفكر ان انت تبرده بايه؟ بالميه يا دكتور؟ لا، هما ما بيبردوش المفاعل النووي بالميه، امال بيبردوا المفاعل النووي بايه؟ بيبردوه بحاجه اسمها ليكويفايد صوديوم، يعني صوديوم في شكل ليكويد. اشمعنى الصوديوم في شكل ليكويد يا دكتور؟ هما اللي بيستخدموه في تبريد المفاعل. اسمع مني بقى، جيف ريزون. لو سالتك ليه الليكويفايد صوديوم ده هو اللي بيستخدموه في كولينج نيوكليير رياكتورز، هتقول لي للسبب الاتي: لان الليكويد صوديوم ده عنده هاي بويلينج بوينت، يعني البويلينج بوينت بتاعته عاليه، فمش هيتبخر وهيفضل عندي في شكل ليكويد وهيفضل يبرد. وفي نفس الوقت الليكويفايد صوديوم ده عنده هاي افشنسي ان هيت ترانسفير، يعني بينقل الحراره بكفاءه، ولما ينقل الحراره بكفاءه يبرد المفاعل بسرعه اكتر واكتر. يبقى استخدام الصوديوم حاجتين: الصوديوم ده صوديوم لمبه، والصوديوم ده بيبرد الرياكتور اللي هو النيوكليير رياكتور. يعني ايه يا دكتور بيبرد النيوكليير رياكتور؟ يعني بدل ما يبردوا النيوكليير رياكتور ده بميه بيجيبوا صوديوم، والصوديوم ده بيبقى ليكويد. الصوديوم الليكويد ده البويلينج بوينت بتاعته عاليه جدا، فهيفضل ليكويد ومش هيطير، وفي نفس الوقت عنده كفاءه عاليه في الهيت ترانسفير، فبنستخدمه علشان نبرد المفاعلات النوويه. يبقى انا اديت حضرتك دلوقتي الاستخدامات
بتاعت حاجتين عندنا، خدنا الاستخدامات بتاعت الليثيوم وعملناها في كود اسمه ليثيوم بطاريه وليال، وخدنا الاستخدامات بتاعت الصوديوم اللي هو صوديوم لمبه وصوديوم نيوكليير رياكتور كولينج. وخلي بالك ان المفاعلات النوويه اللي بتتبرد بالصوديوم بنسميها ناتريوم رياكتورز. يبقى لو شفت كلمه ناتريوم رياكتورز دي تبقى عارف ان ده مفاعل نووي بيستخدمه في تبريده الصوديوم مش الميه. قشطه طلوبي، قشطه دكتوري. كده احنا خلصنا استخدامات اول حاجتين، تعال نشوف استخدامات 3 حاجات تانية عندنا. يلا يا صديقي هنخش على استخدامات البوتاسيوم. الله، انظر بقى على البوتاسيوم ده عشان البوتاسيوم ده مهم عندي جدا. انظر الي يا عزيزي عشان دي هستخدمها في النص الثاني من الشابتر ان شاء الله. انظر كده الي. اي مزارع في الدنيا، انا لابس اخضر اهو، تخيل ان انا مزارع هنزل دلوقتي وهزرع ارض زراعيه. لو هزرع ارض زراعيه مش هستخدم وانا بزرع الارض الزراعيه دي حاجات اسمها فيرتيلايزرز، هستخدم مخصبات، حاجات تخلي الارض الزراعيه اللي عندي دي تنتج الزرع بتاعها بكواليتي احسن واحسن وكميات احسن واحسن. كويس يا دكتور، كلنا عارفين ان في حاجات اسمها الفيرتيلايزرز اللي هي المخصبات الزراعيه دي. الفيرتيلايزرز اللي في الدنيا بيبقى اسمها مشهور قوي 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 الاسم ده NPK Agriculture Fertilizers. يعني ايه NPK Agriculture Fertilizers؟ كلمة Agriculture يعني زراعية، Fertilizers يعني مخصبات، يعني من الحاجات اللي بتخصب الأرض وتخليها قابلة للزراعة أحسن وأحسن ال NPK اللي هي السماد. طب يا دكتور ال NPK ده يا دكتور يعني ايه؟ يعني حاجات بتحتوي على 3 مواد، N اللي هو نيتروجين، P اللي هي الفوسفورس، وK اللي هو البوتاسيوم. يبقى البوتاسيوم يا دكتور يسري بيستخدم في ايه؟ اهم استخدام للبوتاسيوم ان هو كومبوننت اساسي في المكونات بتاعه الاجريكلتشر فيرتيلايزرز. قشطه قشطه يا دكتور. طب بيستخدموا البوتاسيوم تاني في ايه؟ بص بقى، استخدام البوتاسيوم التاني بيبقى كالاتي: ان البوتاسيوم مع الاكسجين الحصه اللي فاتت كان بيديني حاجه اسمها بوتاسيوم سوبر اوكسايد، بوتاسيوم مع اكسجين وحراره وبريشر، حراره وايه وبريشر، ماشي يا دكتور. يبقى لو جبت بوتاسيوم مع اكسجين وحراره وبريشر بيتكون عندي الكي او 2 ده، والكي او 2 ده احنا عارفين اللي هو بوتاسيوم سوبر اوكسايد. وخدنا الحصه اللي فاتت تفاعل كده للبوتاسيوم سوبر اوكسايد كان مريب، وقلت لك هيهتم بيه الحصه الجايه، ان لو جبت البوتاسيوم سوبر اوكسايد ده وحطيت عليه كربون دايوكسيد هيكون لي بوتاسيوم كربونات ويطلع لي اكسجين جاز. طب يا دكتور وانا هستخدم ده في ايه؟ بص بقى، مش انت اللي هتستخدمه ولا انا اللي هستخدمه، بس اللي هيستخدمه واحد من الاتنين دول. يا اما واحد عزيزي الطالب اهو في قلب البحر تحت ومفيش اكسجين يتنفسه، ما عندوش غير الجهاز اللي حاطه في بقه ده علشان يتنفس، يا اما واحد في سبيس كرافت يعني في الفضاء فوق وبرضه في الفضاء مفيش اكسجين. طب الناس دي بتتنفس ازاي؟ يعني انا لو تحت الميه او انا فوق في الفضاء ومفيش حواليا اكسجين هتنفس ازاي؟ بص بقى، بتنفس كالاتي: بيطلع من بقي كربون دايوكسيد. كويس، الكربون دايوكسيد اللي طالع من بقي ده بيتفاعل مع البوتاسيوم سوبر اوكسيد ينتج البوتاسيوم كربونات واكسجين جاز. الاكسجين جاز اللي طلع ده يرجع لي وارجع اتنفسه، اروح مطلع كربون دايوكسيد يلاقي بوتاسيوم سوبر اوكسيد يتفاعل معاه يديني بوتاسيوم كربونات واكسجين جاز. الاكسجين جاز ده اتنفسه واطلع كربون دايوكسيد يتفاعل مع بوتاسيوم سوبر اوكسيد، يعني عمليه تفضل مستمره مستمره مستمره، وبنسمي ده CCBA. ايه القرف ده يا دكتور؟ CCBA. CC ده عمره ما يبقى قرف. ايه CC اللي في الاول ده عزيزي الطالب؟ CC يعني closed circuit، دايره مقفوله. BA يعني breathing apparatus، يبقى CCBA يعني closed circuit breathing apparatus، يعني الجهاز اللي بستخدمه علشان اتنفس وانا في الفضاء او انا تحت الميه. ده جهاز بيحتوي على بوتاسيوم سوبر اوكسايد
بيتفاعل مع الكربون دايوكسيد اللي طالع من بقي يديني بوتاسيوم كربونات واكسجين، والاكسجين ده ارجع اتنفسه تاني. يبقى التنفس تحت الميه او فوق في الفضاء المسؤول عنه هو البوتاسيوم، لان البوتاسيوم بيكون ماده اسمها بوتاسيوم سوبر اوكسايد، والبوتاسيوم سوبر اوكسايد دي موجوده في كل اجهزه التنفس اللي تحت الميه او فوق في الفضاء. قشطه قشطه. نعمل له كود بقى يا دكتور. يبقى البوتاسيوم ده الكود بتاعه هيبقى فيرتيلايزر، واتنفس تحت وفوق، تحت الميه وفوق في الفضاء. قشطه يا دكتور. قشطه حبيب قلبي. نخش على اللي بعده. اخر اتنين عندنا مين؟ اخر اتنين عندنا هنا هيبقوا الرابيديوم، واللي بعده هنا هيبقى السيزيوم، وهبقى خلصت على كده. اخر اتنين الرابيديوم والسيزيوم دول استخدامهم هيبقى كوكو اند اس. عارف كوكو اند اس عزيزي الطالب؟ يبقى الرابيديوم ده هيبقى نظارات. ايه ده يا دكتور؟ الله، نظارات، عارفها، نظارات. والسيزيوم ده هيبقى ساعات، عشان اسمه سيزيوم يبقى السيزيوم ساعات. يبقى الرابيديوم والسيزيوم اللي في الاخر دول نظارات وساعات. ايه موضوع النظارات والساعات؟ هقول لك اللي موجود عندك في كتاب الوزاره، مع انه في حته غلط يعني، بس عادي احفظ اللي عندك. الرابيديوم ده بيكون حاجه اسمها رابيديوم برومايد. يبقى ده كومباوند. الرابيديوم لما يمسك مع البي ار بيكون رابيديوم برومايد. طب الرابيديوم برومايد ده بيستخدموه في ايه؟ بيعملوا بالرابيديوم برومايد ده كوتنج للنضارات. يعني لو حضرتك عندك نضاره، النضاره دي ممكن تبقى كوتد من بره، حاطين عليها كده لاير من بره، طبقه من بره من الرابيديوم برومايد. ليه بقى؟ بص 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 بص، هبيع لك النضاره. تحب النضاره تبقى ديورابل، يعني ترميها ما تتكسرش؟ الرابيديوم برومايد بيخليها ديورابل، ترميها ما تتكسرش. تحبها تبقى سكراتش ريزيستنت؟ احبها تبقى سكراتش ريزيستنت، يعني لو جبت حته مفتاح وعملتها على نضارتك كده ما تتجرحش، علشان الرابيديوم برومايد. طب الرابيديوم برومايد ده عنده صفات معينه في اليونيك ريفراكتيف بروبرتيز بتاعته. يعني ايه يونيك ريفراكتيف بروبرتيز بتاعته يا دكتور؟ يعني بيعدي من الضوء نسب معينه بس، فبيستخدموه برضو بنسب معينة علشان يصنعوا النظارات بتاعة النايت فيجن. يعني ايه يا دكتور بقى النايت فيجن؟ النظارات اللي بتسمح للناس ان هم يشوفوا بالليل، اللي بيستخدموها في الجيوش. يبقى يا دكتور الرابيديوم ده رابيديوم نظارات. ليه رابيديوم نظارات؟ علشان الرابيديوم برومايد بيعملوا بيه كوتنج للازاز بتاع النظاره، يخليها ديورابل جلاس ويخليها سكراتش ريزيستنت، وفي نفس الوقت عنده يونيك ريفراكتيف بروبرتيز، بيعدي نسب معينه بس من اللايت، فبيستخدموه كمان في النايت فيجن. اخر حاجه السيزيوم ده بيننا وبين بعض هيبقى اسمه سيزيوم ساعات. اخر اتنين الرابيديوم والسيزيوم دول كوكو اند اس. ده ساعات. ليه ساعات بقى يا دكتور؟ بيستخدموا السيزيوم ده في تصنيع ساعه، بس مش ساعه زي دي كده عزيزي الطالب، لا، دي ساعه اسمها الاتوميك كلوك. طب ايه الفرق يا دكتور بين الاتوميك كلوك والساعه اللي في ايدي؟ الاتوميك كلوك دي بيستخدموا منها اعداد كبيره علشان يصنعوا الريسيفرز بتاعت الجي بي اس. ليه؟ علشان الجي بي اس ده بيعتمد ان الساتلايت اللي في السماء بيبعت لك اشاره، لو في اي ايرور حتى لو ملي من الثانيه هيسمع في لوكيشن مختلف تماما عن المطلوب. يبقى لازم الاجهزه بتاعه الجي بي اس تبقى فيري 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 اكيوريت، فبتحتوي على عدد كبير جدا من الاتوميك كلوكس اللي معموله من السيزيوم علشان تديني اكيوريسي عاليه، لان الاختلاف في ملي سكندز بيدي ايرور كبير جدا في اللوكيشن. طب اشمعنى السيزيوم بيستخدموها في تصنيع الاتوميك كلوك؟ علشان السيزيوم اتوميك كلوكس دي مميزه ان عندها فيري هاي اكيوريسي بالملي ثانيه، وان افكتد يعني ما بتتاثرش ولا بالهيت ولا بالبريشر عزيزي الطالب. يبقى انا كده خلصت لحضرتك كل اليوزز بتاعت الالكالي ميتالز اللي عندنا. تعال نلمها في ثانيه واحده. يلا لو جيت قبل ده كنا بنتكلم على اول اتنين اللي هم ليثيوم وصوديوم. الليثيوم كان اسمه ايه؟ ليثيوم بطاريه، وحاجه اسمها الوي الليال اللي بنستخدمها في الفريمز بتاعت العجله بتاعت الطياره بتاعت الروكت. بعد كده الصوديوم كان صوديوم لمبه، اللي هي الصوديوم لامب اللي بتطلع يلو لايت، كان بيعدي لفوق جامد وعنده هاي افيشنسي. وفي نفس الوقت الصوديوم ليكويد بيستخدموه في
تبريد بتاع النيوكليير رياكتورز. بعد كده خدنا ايه؟ خدنا 3 حاجات. البوتاسيوم ده في الفيرتلايزرز، و90% من البوتاسيوم اللي في الدنيا بيستخدموه في تصنيع الفيرتلايزرز دي لانها مهمه جدا، من غيرها ما ناكلش عزيزي طالب الارض، ما تبقاش خصبه. طيب ايه تاني بيستخدموا فيه البوتاسيوم؟ البوتاسيوم سوبر اوكسايد بيستخدموه في البريسنج اباريتس اللي فوق في الفضاء او تحت الميه، علشان بيعمل جنريشن وبيطلع اكسجين لما يتفاعل مع الكربون دايوكسيد. اخر حاجه عندنا كانت دول، مين دول يا دكتور يسري؟ رابيديوم وسيزيوم. رابيديوم وسيزيوم دول كانوا كوكو اند اس، نظارات، ساعات نظاره ديورابل وسكراتش ريزيستنت وبتشوف بالليل نايت فيجن. والساعات الاتوميك كلوك كانت بتاعه السيزيوم اللي بتتحط عديد من الاتوميك كلوكس جوه الاجهزه بتاعه الريسيفرز بتاعه الجي بي اس. كده عزيزي انت خلصت اليوزز وحفظتها الحمد لله بتاعه جروب 1 اي كله. تاني جزئيه عندنا في حصه النهارده هنتكلم على الاكستراكشن بتاع بعض الميتالز بتاعت جروب 1 اي من الاورز او الصخره بتاعتها. هناخد الصخره وندخل المعمل ونشوف ازاي نقدر نفصل الصوديوم عن الصوديوم كلورايد. يلا بينا يلا بينا بسم الله. تاني جزئيه في حصه النهارده اللي هي الاكستراكشن بتاع الميتالز بتاعت جروب 1 اي من الاور بتاعها او الصخره بتاعتها. قبل ما ابتدي حابب افكرك، فاكر لما خدنا في بارت 1 ان اي الكالي ميتال ربنا خلقه في شكل صخره، الصخره دي كان اسمها الاور بتاعه. اتفقنا. يبقى كلمه اور دي معناها بالعربي الصخره اللي ربنا خالق فيها الالكالي ميتال ده موجود بنسبه عاليه. طيب نفتكر بقى مع بعض كده. الاكزامبل اللي علينا دلوقتي الصوديوم، وانا اديته الحصه اللي فاتت. هو الصوديوم كان موجود في صخره اسمها ايه؟ ايوه الصخره كان اسمها هالايت، دي اللي موجود فيها الصوديوم بنسب عاليه. طب الصخره اللي اسمها الهالايت دي يا دكتور يسري، هل لو جبت منها حته كده، حته من الصخره دي، هتبقى صوديوم بس؟ قلنا لا، الصوديوم ده هيبقى معاه سي ال، يعني الصخره دي هتكون بتحتوي على صوديوم كلورايد، والصخره دي طبعا بتبقى سوليد. حلو الكلام. طيب بقى أول سؤال هسأله لك دلوقتي، هو ليه مفيش صخرة فيها الالكالي ميتال على طول؟ يعني ليه مفيش صخرة كده امسكها الاقي ان كل اللي جواها عبارة عن صوديوم ميتال؟ لازم الصوديوم يبقى ماسك مع حاجة تانية، زي في حالة الهالايت كده الصوديوم ماسك مع السي ال. هقول لك انا، بص يا سيدي، الصوديوم ده خلقة ربنا سبحانه وتعالى. طب ما ربنا خلق إليمنتس كتير. الصوديوم او اي ميتال في جروب 1 اي ده بيبقى اقصى شمال البريودك تيبل، حجمه كبير جدا 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 وفيري فيري فيري رياكتيف، بيبقى عايز يلوز الكترون علشان يبقى ستيبل. فكل الالكالي ميتالز اللي هي جروب 1 اي بتلوز 1 الكترون علشان تبقى ستيبل، وما دام بتلوز الكترون يبقى بيتعمل لها عمليه اوكسيديشن بسهوله جدا، فبنسميها ريديوسنج ايجنت، لان الحاجه اللي بتلوز الكترون بيتعمل لها عمليه اسمها اوكسيديشن بيطلق عليها ريديوسنج ايجنت. اذا ربنا سبحانه وتعالى خلق الصوديوم من قديم الازل. الصوديوم المخلوق ده هو ده بيعمل او بيعتبر ذا سترونجست ريديوسنج ايجنت، اقوى ريديوسنج ايجنت. يعني مثلا الصوديوم دايما اللي ربنا خلقه هيبقى عايز يلوز الكترون ويتحول الى صوديوم بلس 1 بالمنظر ده يا دكتور يسري، وما دام الصوديوم بيلوز الكترون يعني بيتعمل له عمليه اوكسيديشن، فبنطلق عليه ريديوسنج ايجنتس. يبقى الميتالز بتاعت جروب 1 اي هي اقوى ريديوسنج ايجنتس. فمن زمان قوي عملت لوز لالكترون ومسكت مع حاجه ثانيه وكونت كومباوند. يبقى سبب ان هم ما بيتواجدوش في شكل صوديوم ميتال كده لوحدهم ان هم فيري 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 رياكتيف، وان هم اقوى ريديوسنج ايجنتس في الدنيا. فمن قديم الازل عملوا لوز لالكترون وقابلوا اليمنت تاني وكونوا معاه كومباوند. اتفقنا. طيب مكتوب اهو قدام حضرتك، اقرا الكلمتين اللي في الملزمه. they easily lose their valency electron، بيخسروا الفالنسي الكترون بتاعهم وبيبقوا converted لبوزيتيف ايونز، فبيتواجدوا في شكل كومباوند زي ال Na بتتواجد في شكل الصخره بتاعتها الهالايت في شكل NaCl. طب يا دكتور احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كل دورنا اللي احنا هنعمله دلوقتي في ال10 دقائق الجايين دول ان احنا نعمل اكستراكشن، يعني ناخد الصوديوم لوحده من الصخره بتاعته اللي اسمها NaCl. اتفقنا. يبقى ال10 دقائق الجايين دول يا قمر كل اللي هنعمله مع بعض ان هيبقى عندنا حته صخره سوليد اسمها NaCl، ووظيفتنا ان احنا ناكستراكت الالكالي ميتال منها، يعني نطلع الصوديوم بعيد عن الCl ونفصل الصوديوم لوحده. اتفقنا. بص بقى،
علشان اكستراكت اي ميتال في الدنيا قدامي طريق من الاتنين، يا اما طريق كيميكالي يا اما عن طريق الالكتروليسيس اللي خدناها الحصه اللي فاتت لما عملنا الكتروليسيس للصوديوم هيدرايد لو تفتكر. طيب تعالى الاول اقول لك ايه موضوع كيميكالي ده. لو انا عندي NaCl حلو قوي وانا عايز افصل ال Na عن السي ال، محتاج ايه كيميكالي؟ محتاج ايه كيميائيا؟ محتاج هنا اجيب حاجه هاطلق عليها كيميائيا اكس. اوكي اكس ده انا عايزه يكون ريديوسنج ايجنت اقوى من ال Na. يبقى تاني عايز اجيب على ال NaCl ده اكس ده element. اوكي انا عايز اكس ده يكون ريديوسنج ايجنت اقوى من ال Na علشان يبدل ال Na ويكون لي XCl وتطلع لي ال Na كده لوحدها. اتفقنا؟ يبقى اكس علشان يعمل العمليه دي محتاج ان اكس ده يكون ريديوسنج ايجنت اقوى من ال Na. حلو يا دكتور، بس ال Na انت قايل لي ان هم اقوى ريديوسنج ايجنتس في الكيمياء. صح يا دكتور. اذا اكس ده غير متواجد علميا. ليه؟ مفيش حاجات تقدر تبدل الصوديوم ده من الصوديوم كلورايد وتطلع لي الصوديوم لوحده، علشان الصوديوم ده من جروب 1A، واحنا اتفقنا مع بعض ان جروب 1A ده كيميكالي يعتبر اكتر ميتالز اكتف، فمش هتقدر تجيب حاجه تبدله. اذا ما اقدرش عن طريق الكيميكال ميثود ان انا افصل ال Na عن السي ال. بص كده القاعده بتقول عشان تفصل ال Na عن السي ال محتاج تجيب element هنسميه اكس، ده مش موجود في الدنيا. اكس ده المفروض يبقى ريديوسنج ايجنت اقوى من الصوديوم عشان يبدل الصوديوم ويطلع لي الصوديوم لوحده. اكس ده مش موجود في الدنيا لان اقوى ريديوسنج ايجنتس في الدنيا هي جروب 1A. يبقى اللي انا كاتبه ده كله ما ينفعش يحصل. يبقى كيميكالي ما نقدرش نفصل الصوديوم عن الكلورايد باليونيك او بالحاجات الكيميكال ميثودز الطبيعيه اللي عندنا. طب يا دكتور يسري هنفصلهم ازاي؟ هنفصل ال Na عن السي ال عن طريق عمليه اسمها الكتروليسيس. شرحتها بالتفصيل الممل الحصه اللي فاتت وهعيدها لك تاني دلوقتي عشان عايزك تبقى متمكن منها جدا 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 عزيزي الطالب لانها هتفرق معايا. طب بص بقى، هفصل ال Na عن السي ال عن طريق الالكتروليسيس. فكرني يا دكتور ايه الالكتروليسيس دي؟ اسمع مني يا قمر. يلا، تعريف الالكتروليسيس هو كلمة الكترو كهرباء، كلمة ليسيس يعني تكسير، يبقى الكتروليسيس هنكسر بالكهرباء. طب هنكسر ايه بالكهرباء؟ عندي NaCl اللي هو ايونيك كومباوند هكسره الى Na لوحدها والCl لوحدها، يعني هفصل ال Na عن الCl باستخدام الكهرباء. اتفقنا. يبقى تعريف الالكتروليسيس تاني هو البريكنج داون، تكسير ايه يا دكتور؟ تكسير ايونيك كومباوند. وكتبنا بايدنا الحصه اللي فاتت ان الايونيك كومباوند ده ممكن يبقى مولتن يعني جبته وسيحته، او ممكن يبقى اكوس يعني دوبته في ميه. من الاخر لازم يبقى سائل. يبقى تاني الايونيك كومباوند اللي عندي لازم اجيبه في شكل سائل، يا اما اجيبه واسيحه يبقى ليكويد يا اما ادوبه في ميه يبقى اكوس. طيب يبقى هنكسر ايونيك كومباوند، والايونيك كومباوند ده لازم يبقى مولتن او اكوس باستخدام الايه؟ باستخدام الكهرباء. ده تعريف عمليه الالكتروليسيس. طب عشان ما تتوهش مني، هو انا عندي ايه دلوقتي هفصلهم عن بعض؟ هفصل ال Na عن السي ال. يبقى كل اللعبه ان احنا هنعمل هنا الالكتروليسيس سيل، وهنجيب ال NaCl ده وال NaCl اللي هفصلهم عن بعض دول هجيبهم في شكل NaCl مولتن مش اكوس، زي الصوديوم هيدرايد اللي عملناها الحصه اللي فاتت. فصلت الصوديوم عن الهيدروجين لما عملت الكتروليسيس لمولتن صوديوم هيدرايد. دلوقتي هعمل الكتروليسيس لمولتن NaCl عشان افصل ال Na عن الCl. اتفقنا؟ انا لغايه دلوقتي بعمل مولتن، ما عملتش اكوس ولا مره. طب يا دكتور يلا بص بقى، هنجيب البطارية بتاعتنا. البطارية فيها حتة بوزيتيف وفيها حتة نيجاتيف. هوصل الحتة البوزيتيف اللي من البطارية بتاعتي بحتة جرافايت اسمها الكترود، ودي متوصل فيها كهرباء بوزيتيف فهنسميها البوزيتيف الكترود اللي هو الانود. وقلت لك انا دايما ايجابي. طب يا دكتور
الحته النيجاتيف بتاعت البطاريه، الحته النيجاتيف بتاعت البطاريه هنوصلها بسلك كده في حته جرافايت، هيبقى حته الجرافايت دي عباره عن النيجاتيف الكترود بتمثل النيجاتيف بول بتاع البطاريه. طب يا دكتور اذا عندي بوزيتيف بول وعندي نيجاتيف بول، البوزيتيف بول ده سميته ايه؟ البوزيتيف الكترود بتاعي ده سميته الانود، والنيجاتيف الكترود اللي متوصل بالنيجاتيف بول ده سميته ايه؟ سميته كاثود. قشطه قشطه. طيب بجيب هنا طشت وادخل فيه الالكترودز دول، يعني هجيب بيكر كبير وادخل فيه الالكترودز دول، والبيكر الكبير ده هيحتوي على ماده اسمها الالكترولايت، هي دي الايونيك كومباوند المولتن اللي هو مولتن NaCl اللي هفصل ال Na عن السي ال عن طريق الالكتروليسيس دي. طب تعالى نشوف كده، جبت اهو الطشت بتاعي كبير قدام حضرتك وحطيت في الطشت بتاعي ده، ركز، مولتن NaCl، يعني اللي موجود هنا السائل اللي هنا ده مولتن NaCl. هسأل وانت تقول لي هل في ميه؟ لا، يعني ما جبتش ال NaCl ودوبته في ميه، ده انا جبت ده مولتن NaCl عشان كمان ساعه هعمل اكوس NaCl. دلوقتي انا بعمل ايه؟ مولتن NaCl. يبقى الطشت ده الالكترولايت اللي موجود فيه، السائل اللي موجود فيه هنا اللي هكهربه عباره عن NaCl بس في شكل ليكويد. استنى بقى، مش الصخره بتاعتي اهي، الصخره دي اسمها هالايت؟ يا دكتور. طب الصخره اللي اسمها هالايت دي عباره عن NaCl سوليد صح؟ بس انا اللي بحطه هنا بيبقى مولتن NaCl، يبقى لازم اللي يتحط هنا ده يبقى حاجه متسخنه. يعني ايه متسخنه؟ يعني هجيب الصخره بتاعتي اللي هي صخره ال NaCl السوليد واسخنها علشان تتحول من الشكل السوليد للشكل الليكويد. يبقى ال NaCl ده بيتسخن علشان يتحول من الشكل السوليد للشكل الليكويد اللي هو المولتن NaCl. طب استنى بقى يا دكتور يسري كده، هو ال NaCl ده علشان نسخنه ويتحول من السوليد للليكويد الميلتنج بوينت بتاعته كام؟ الميلتنج بوينت بتاعته 800. يبقى علشان يبقى عندي مولتن NaCl لازم ابقى محافظ ان درجة الحرارة هنا تبقى 800، عشان درجة الحرارة لو اقل من ال 800 هيبقى سوليد، وانا شرط عندي ان الالكترولايت ده يبقى ليكويد مولتن NaCl، يبقى لازم احافظ على درجة الحرارة انها تبقى 800. طب علشان احافظ على درجة الحرارة تبقى 800 عشان اتاكد ان هو هيفضل مولتن، دي حاجة مكلفة ولا مش مكلفة؟ مكلفة. ده درجة الحرارة دي عشان احافظ عليها انها تبقى 800 هشتري كام برميل بترول، وبرميل بترول بقى بكام دلوقتي يا عزيزي الطالب؟ انا عايز اوفر. طيب يا دكتور اوفر ازاي؟ ده السؤال اللي هتتسأله في الامتحان. بنضيف هنا حاجة اسمها، اكتب كده معايا، الفلكس. ايه الفلكس اللي بنضيفه ده؟ ركز كده، الفلكس ده عبارة عن كالسيوم كلورايد. وظيفة الفلكس ده ان هو يقلل الميلتنج بوينت، بدل ما تبقى 800 الميلتنج بوينت تبقى 600 تقريبا. ايه ده يا دكتور؟ انت قللت 200 يعني هتفرق معاك؟ تفرق معايا كتير جدا في الفلوس. وخلي بالك ان درجات الحرارة دي مش عليك في المنهج، انا بفهمك بيها بس. يبقى المفروض ان ال NaCl اللي يبقى هنا يبقى مولتن NaCl قبل ما اكهربه. علشان يبقى مولتن لازم اسخن الصخره بتاعتي اللي اسمها هالايت، علشان الصخره بتاعتي اللي اسمها هالايت دي سوليد. طب اسخنها عند درجه حراره كام؟ 800 علشان تبقى ليكويد. بنضيف ماده كنصيع اسمها الكالسيوم كلورايد اللي دورها دلوقتي فلكس. يعني ايه دورها فلكس يا دكتور؟ دورها انها تقلل الميلتنج بوينت من 800 ل 600. طب وده هيسيف انرجي وهيسيف كوست، يعني حاجه بالنسبه لي هتبقى كويسه. يبقى انا عرفت دور الفلكس ايه يا دكتور؟ بيقلل الميلتنج بوينت من 800 ل 600، ولما يقلل الميلتنج بوينت بتاعت ال NaCl من 800 ل 600 ده هيسيف ماني وهيسيف انرجي. قشطه قشطه. طب يلا بقى تعالى دلوقتي اهو الحمد لله عندنا مولتن NaCl، هكهربه، هشغل البطاريه، ايه اللي هيحصل بتفكيرك انت كده؟ بص بقى، ال Na بوزيتيف هتروح عند الالكترود النيجاتيف اللي هو الكاثود، جدع. والسي ال النيجاتيف هتروح عند الانود اللي هو الالكترود البوزيتيف، جدع. يبقى كل اين من دول بتروح للالكترود اللي عكسها في التشارج. حلو. طب لما الصوديوم هنا تروح عند الكاثود والكلورايد هنا تروح عند الانود، هيحصل لهم ايه عند الكاثود والانود؟ قلنا برضو الحصه اللي فاتت الكود بتاعنا اسمه راك
واه ايه يا دكتور ده بتعمل كده ليه؟ ليه ركوة؟ بيقول لك القاعدة العلمية بتقول ان بيحصل ريدكشن ات الكاثود، يبقى هنا هيحصل ريدكشن عند الكاثود. كويس. طب واه ده عبارة عن اوكسيديشن ات انود، يبقى هيحصل هنا اوكسيديشن عند الانود. يلا يبقى هجيب يا دكتور يسري الصوديوم دي هنا واعمل لها ريدكشن. ادي الصوديوم ريدكشن اللي هو جيننج الكترون، يبقى الصوديوم بلس 1 دي لما جت هنا عملت جين لالكترون وتحولت الى الصوديوم ميتال. قشطه قشطه. يبقى انا كده بقى في ايدي الصوديوم ميتال، بس درجه الحراره 800. فالصوديوم ميتال اللي عندي ده ليكويد، بعمل له مخرج من هنا علشان افصله، يبقى في الاخر خدت الصوديوم ميتال اللي عندي بس في شكل ليكويد فورم او في الفورمه الليكويد بتاعته. ليه يا دكتور يسري؟ عشان درجه الحراره عاليه فانا محافظ عليه في الشكل المولتن. قشطه قشطه يا دكتور. طب تعالى هنا بقى عند الانود مين اللي راح؟ مين اللي راح ايه يا دكتور؟ راحت الكلورايد اين السي ال نيجاتيف. جدع. طب السي ال نيجاتيف اللي جت هنا ايه اللي هيحصل لها؟ هيحصل لها يا دكتور اوكسيديشن، لان القاعده بتقول بيحصل اوكسيديشن عند الانود. جدع. اوكسيديشن يعني هتلوز ولا هتجين؟ هتلوز الكترون. طب هي سي ال نيجاتيف يعني عندها الكترون زياده، لما تلوز الالكترون ده تتحول الى سي ال زيرو، وادي الالكترون اللي خسرته. بس بيروح 2 من الكلورايد اينز، كل كلورايد اين منهم تخسر الكترون فبيطلع لي هنا 2 الكترونز، والسي ال زيرو دي بيبقى عباره عن سي ال 2 زيرو، يبقى 2 من الكلورايد اينز بيروحوا هنا عند الانود. كل كلورايد اين منهم عندها نيجاتيف يعني عندها الكترون زياده، بتلوزه لان ده اوكسيديشن بيحصل عند الانود. لما تخسر الالكترون ده تتحول الى سي ال زيرو، 2 منها يعملوا لي سي ال 2، والكلورين ده بيبقى جاز. فبتلاقي هنا عند الانود في بابلز طالعه، البابلز اللي طالعه دي عباره عن كلورين جاز. يبقى اللعبه كلها اللي انا عايزك تعرفها ان انا عندي NaCl اللي هو صخرة هالايت بتحتوي على صوديوم وكلورايد. عايز افصل الصوديوم عن الكلورايد، اعمل ايه؟ اعمل ده. يا لهوي مش هعرف. هتعرف، هتعمل الكتروليسيس، هيبقى عندك انود بوزيتيف وكاثود نيجاتيف، وهنا الليكويد NaCl بتاعك حلو. ال Na بوزيتيف بتروح عند الكاثود تجين الكترون، يعني يحصل لها عمليه ريدكشن وتبقى صوديوم ميتال، وتنزل هنا في شكل الصوديوم ليكويد. اسحبها يبقى فصلتها. والكلورايد اينز هتروح عند الانود البوزيتيف ويحصل لها اوكسيديشن يعني تلوز الكترون وتبقى كلورين جاز، يطلع هنا في شكل بابلز. يبقى انا نجحت ان انا افصل ال Na عن السي ال وتحصلت على بيور صوديوم. الحمد لله رب العالمين. وبكده عزيزي الطالب القمر الحمد لله رب العالمين ابقى خلصت الجزئيه بتاعه الاكستراكشن بتاع جروب 1 اي ميتالز. مش عليا فيها غير الاكستراكشن بتاع الصوديوم من الهالايت اللي هو السوليد صوديوم كلورايد، عملناها بالتفصيل الممل والايكويشنز بتاعتها اهي. فصلت الصوديوم عن السي ال الحمد لله رب العالمين. طيب يا دكتور هتسال فيها ازاي في الامتحان؟ ركز معايا بقى وهات لي ورقه وقلم عشان نكتبها بايدينا وتشوف كل الاسئله اللي هقولها لك دي هتتسالها والله في الجزئيه دي. بص يا سيدي، اول حاجه دي الالكتروليسيس سيل اللي انا اديتها لحضرتك، يعني عمليه الالكتروليسيس بس بالكروكي كده. طب شكل السيل الحقيقي عامل ازاي؟ شكل السيل الحقيقي عامل كده وهشرحه لك بالتفصيل دلوقتي. هتكتب معايا انا دلوقتي بعمل ايه اصلا عشان ما تهش. انا بعمل اكستراكت. عايز اعمل اكستراكت لمين؟ عايز اعمل اكستراكت للصوديوم. عايز اعمل اكستراكت للصوديوم ده منين؟ من صخره. الصخره دي اسمها هالايت، عباره عن NaCl ليكويد. اللي عمل كده راجل اسمه تحت، يعني داون. حلو. سمى العمليه دي باسمه، يبقى سمى العمليه دي داونز بروسيس. حلو. والالكتروليسيس سيل الحقيقيه شكلها كده بس احنا كنا راسمينها كروكي كده. حلو برضو. يبقى الالكتروليسيس سيل الشكل اللي قدامنا ده اللي فيه كاثود وانود هنطلق عليه ايه؟ هنطلق عليه داونز سيل.
ادي السؤال اللي هتتسأله في الامتحان. طب يا دكتور السؤال الثاني هيقول لك في داونز سيل الالكترولايت اللي بتستخدمه بيبقى ايه؟ هتقول له بيبقى مولتن NaCl، يعني لازم ال NaCl اللي هنفصل الصوديوم عن الCl فيه ده يبقى مولتن، يعني يبقى ليكويد. حلو. طب السؤال اللي بعده، ال NaCl ده بتحطه لوحده؟ لا، بحط معاه ماده اسمها الفلكس. الفلكس ده اللي بيبقى كالسيوم كلورايد، بيقلل الميلتنج بوينت بتاعت ال NaCl من 800 ل 600، فبيسيف فلوس وبيسيف انرجي. حلو. اللي بعده هيقول لك في السيل اللي عندك دي ايه اللي بيحصل عند الكاثود وايه اللي بيحصل عند الانود؟ يبقى لازم تكتب الايكويشن اللي بتحصل عند الكاثود وتكتب الايكويشن اللي بتحصل عند الانود اللي احنا خدناها مع بعض. طب دكتور اجيبها من دماغي ازاي؟ ما تبصش هنا وتعالى نكتبها هنا بايدينا انا وانت. يلا هات لي كده حته ورقه بيضه واكتب معايا. عندي كاثود يا دكتور، ماشي. الكاثود ده اللي هو الالكترود اللي الشارج بتاعته ايه؟ اللي الشارج بتاعته نيجاتيف. وعندي انود اللي هو متوصل بالبوزيتيف بول بتاعت البطاريه والشارج بتاعته بوزيتيف. مين اللي بيروح للكاثود ومين اللي بيروح للانود؟ تعال نشوف ايه اللي موجود عندنا. انا عندي Na+1 وعندي Cl-1. يبقى في البدايه كده ال Na+1 هيروح عند الكاثود والCl-1 هتروح عند الانود. قشطه قشطه. طب قول لي العمليات اللي بتحصل عند الكاثود والانود يا دكتور يسري. تعال نفتكر. عند الانود كنت بقول لك ايه؟ يعني بيحصل اوكسيديشن ات انود. يبقى هنا هنعمل عمليه اوكسيديشن. اوكسيديشن ده اللي هو جين ولا لوز الكترون؟ اللي هو لوز الكترون يا دكتور يسري. طب انا عندي Cl-1 يعني عندها الكترون زياده. لما تيجي كده وتقول لي انها هتلوز الكترون هتتحول الى Cl0 طبيعتها، وادي الالكترون اللي هي خسرته يا دكتور يسري. بس ما فيش حاجه اسمها Cl0 كده، دي داي اتوميك مولكيول. الكلورين لازم تبقى Cl2، فده هيبقى 2 وهيبقى هنا في 2 الكترونز، ودي برضو هيجي منها 2، يبقى 2 من الكلورايد اين. كل كلورايد اين منهم هتخسر الكترون، يبقى في 2 الكترونز وهيكون عندي كلورين. طب الكلورين ده جاز ولا مش جاز؟ جاز. بص بقى في الداونز سيل الحقيقيه هتلاقي عندك اللي في النص ده هو مين؟ اللي في النص ده هو الانود. هتلاقي فيه بابلز طالعه اهي عند الانود، يبقى فيه بابلز من الكلورين جاز طلعت وفصلتها كده طلعت فوق وطارت خلاص الحمد لله. طيب ايه اللي بيحصل عند الكاثود يا دكتور؟ تعال نفتكر. الكاثود كان بيحصل عنده عمليه ريدكشن. كنت باجي هنا وبقول لك راك اهو، راك عند الكاثود يعني ريدكشن ات كاثود. قشطه يا دكتور، حلو قوي. الريدكشن ده اللي هو كان لوز ولا جين؟ الريدكشن ده خدناه في البلد زمان واحنا صغيرين، اللي هو جيننج الكترونز. يبقى ال Na+1 دي هتجين الكترون وتتحول الى Na0 اللي هو صوديوم ميتال. قشطه قشطه. بص كده بس لو عايز تتمنظر تعمل ايه؟ مش هنا في 2 الكترونز؟ يبقى هنا لازم يبقى في 2 الكترونز. لو ما كتبتهمش مش هتنقص، يعني لو عملتها لي كده انت تمام. بس لو عايز تتمنظر تعمل ايه؟ تيجي هنا وتقول لي دول هيبقوا 2 الكترونز، فدول هيبقوا 2 صوديوم اينز ودول هيبقوا 2 صوديوم ميتال. اوعى تكتب لي Na2، ازعل منك قوي. الصوديوم بيفضل صوديوم كده، مفيش حاجه في الكيمياء اسمها Na2، لكن السي ال هي اللي داي اتوميك مولكيول، يعني لازم تبقى Cl2. انا هنا بس بوريك ان الاثنين الكترونز اللي هنا كانوا لاست هم اللي بيبقوا الاثنين الكترونز الجيند اللي هنا. قشطه قشطه. اخر حاجه سؤال هتتسألوا على الديزاين. ايه يا دكتور ده؟ انا مش ديزاينر انا عارف، بس هيقول لك هو ليه داونز سيل ديزايند بالمنظر المقزز ده؟ 2 كاثود ووحده انود، والجازز بتاعت الكلورين اهي طلعت هنا عند الانود، وفعلا في صوديوم سحبته من هنا وهنا عند الكاثود. ليه المنظر كده؟ المنظر كده علشان يمنع ان ال Na يقابل السي ال، لان ال Na لو قابل السي ال هيكونوا لي NaCl، يبقى كانك يا ابو زيد بغازيت. انا اصلا بعمل الفكره دي كلها عشان افصل ال Na عن السي ال. يبقى الداونز سيل ديزايند ان ذس واي علشان تسيباريت الصوديوم اللي طلع عندي في الاخر عن الكلورين اللي طلع عندي في الاخر، لان الصوديوم ده لو قابل الكلورين دي هيرجعوا تاني يكونوا لي صوديوم كلورايد اللي انا اصلا بفصل الصوديوم عن الكلورايد فيه. فاهم الفكره؟ في ناس لما بتكلم بسرعه كده بتخاف. انا اصلا بفصل Na عن Cl،
طب انا عملت الديزاين بالشكل ده ليه؟ علشان عايز السي ال يطير هنا في شكل جاز ابقى اتخلصت منه، واسحب الصوديوم من هنا ومن هنا، لان الصوديوم ده لو قابل السي ال دي لمده ثانيه هيكونوا لي صوديوم كلورايد، وانا اصلا عامل السيل دي كلها عشان افصل الان ايه عن السي ال. كده كل الاسئله اللي ممكن تتسالها في سيباريشن الصوديوم او اكستراكشن الصوديوم من الاور بتاعه بقت في جيبك. هنختم باخر جزئيه في الحصه. هنعمل ايه في اخر جزئيه في الحصه يا دكتور يسري؟ انظر الي بقى. همسك حاجتين، وانت دلوقتي هتجيب ورقه وتقسمها نصين علشان هنشتغلهم ونعملهم في الاخر في شكل مقارنه. همسك مين ومين؟ همسك حاجه اسمها الصوديوم هيدروكسيد، خدته من وانت صغير كتير جدا 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 في حياتك. وهمسك حاجه تانية اسمها صوديوم كربونات. هنمسك كل واحد منهم ونفصصه. هنفصصه ازاي؟ هنعمل له بريباريشن، يعني نحضره وبعد كده ناخد البروبرتيز بتاعته. يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين، صوديوم هيدروكسيد وصوديوم كربونات، كل واحد منهم همسكه احضره واشوف البروبرتيز بتاعته. طب اساميهم الكومن نيمز اللي هي الكوميرشال نيمز، الاسم بتاعهم في الشارع ايه؟ الصوديوم هيدروكسيد ده بيطلق عليه في الشارع كوستيك صودا، صودا كاويه، ماشي. وخلي بالك ان في حاجه اسمها كوستيك بوتاش. الكوستيك بوتاش ده تبقى عارف بس ان هو الكي او اتش، مش هندرسه بالتفصيل. احنا اللي هندرسه بالتفصيل هو الصوديوم هيدروكسيد اللي هو الكوستيك صودا، وهندرس كمان بالتفصيل الصوديوم كربونات اللي اسمه الكوميرشال هو الواشنج صودا. هندرس الاثنين دول بالتفصيل الممل، نبقى قضينا على الليسون ده ان شاء الله رب العالمين. هات لي ورقتين، الورقتين دول ورقه للصوديوم هيدروكسيد وورقه للصوديوم كربونات، واكتب معايا بايدك كل حاجه محتاجينها فيهم. يلا بينا يلا بينا نبدا عزيزي بالصوديوم هيدروكسيد. هعمل له ايه دلوقتي؟ هعمل له تحضير اللي هو بريباريشن، بعد كده اتكلم على شويه بروبرتيز صفات ليه. تعال نحضره. الصوديوم هيدروكسيد يا دكتور يسري ده اللي هو الكوستيك صودا، عليا انهي تحضير ليه في الدنيا؟ عليك تحضيره في الاندستري، يعني في المصانع. عزيزي في مصانع قائمة على انها بتصنع صوديوم هيدروكسيد فقط، يطلعوه ازايز كده. ايه ده يا دكتور يسري؟ دي فكرة حلوة، ممكن بشهادة ثانوية عامة اللي هاخدها دي اعمل مصنع والمصنع ده يطلع صوديوم هيدروكسيد وابيعه. فكرة حلوة. تعالى بقى اقول لك يا عزيزي، عشان تعمل مصنع وتنتج من المصنع ده صوديوم هيدروكسيد انت محتاج ايه؟ بص بقى، المصنع اللي هينتج صوديوم هيدروكسيد سبحان الله لا تخرج عزيزي قبل ان تقول سبحان الله والله، هيعمل ايه؟ هيعمل الكتروليسيس لان NaCl. ايه ده يا دكتور يخرب بيتك؟ يعني هتجيب NaCl وتكهربها فتصنع صوديوم هيدروكسيد؟ انت ساحر. ده انا لسه من شويه عامل الكتروليسيس للمولتن NaCl ففصلت ال Na عن الCl، وكانت طريقه عشان افصل ال Na. دلوقتي هتعمل الكتروليسيس لل NaCl وتصنع منها صوديوم هيدروكسيد. بص بقى، التيتا كلها والزيتونه كلها في الكلمه اللي انا هقولها دي، كلمه اكوس وكونسنتريتد. لغايه دلوقتي عزيزي انت خدت معايا الالكتروليسيس بتاع المولتن صوديوم هيدرايد، وبكلمه مولتن يعني جبته وسيحته، يعني مفيش اي تواجد لميه. وعملت من شويه معايا الكتروليسيس للمولتن NaCl، يعني جبت NaCl وسيحته، يعني مفيش ميه. دلوقتي احنا هنعمل الكتروليسيس بس مش لمولتن NaCl، امال ايه؟ لاكوس كونسنتريتد. دي درجه ودي درجه. كلمه اكوس يعني في ميه دلوقتي موجوده في الالكترولايت اللي هعمل له عمليه الالكتروليسيس. على الهادي بقى، بص المصنع محتاج ايه؟ المصنع محتاج الكتروليتيك سيل. البطاريه اللي خدناها في الصوديوم هيدرايد وخدناها في NaCl المولتن هي بس هغير الالكترولايت اللي هنا. يلا كده نشوف احتياجاتنا. بطاريه فيها بوزيتيف بول ونيجاتيف بول، يبقى ده البوزيتيف بول بتاع البطاريه، وده القصير ده هو النيجاتيف بول بتاع البطاريه. قشطه يا دكتور؟ قشطه. موصل البوزيتيف بول بحته جرافايت سميتها الانود، والانود ده هو البوزيتيف الكترود، ونوصل الحته النيجاتيف بتاعه البطاريه بحته جرافايت سميتها الكاثود، والكاثود ده هو النيجاتيف الكترود. يبقى انا عندي الكترود بوزيتيف والكترود نيجاتيف،
واغطس الالكترودز دول في حاجه اسمها، وركز واكتب بقى معايا، حاجه اسمها الالكترولايت. طب يا دكتور ركز والنبي، هو اللعبه كلها هنا. الالكترولايت ده اللي انا هكهربه هيبقى عباره عن ايه؟ الالكترولايت اللي انا هكهربه دلوقتي ده هيبقى عباره عن مش مولتن، امال ايه؟ اكوس وكونسنتريتد، يعني مركزه NaCl. ايه الفرق بينها وبين المولتن؟ المولتن كان اللي هنا الالكترولايت كله Na وCl فقط، صح؟ كنت جايب NaCl وسيحتها. لكن الاكوس، معنى كلمه اكوس ان بتتواجد ميه، يعني NaCl ده دايب في ميه. يبقى الالكترولايت ده هيكون مكون من الاتي: Na وCl اللي هم NaCl، وكمان معاهم H بوزيتيف و OH نيجاتيف اللي هم جايين من الميه. يبقى المختلف دلوقتي عن كل الالكتروليسيس اللي كنا بنعمله قبل كده، ان الالكتروليسيس اللي كنا بنعمله قبل كده الحصه دي والحصه اللي قبلها كنا بنعمله لمولتن NaCl او مولتن صوديوم هيدرايد، يبقى الالكترولايت ما كانش فيه غير NaCl او NaH. لكن دلوقتي انا بقول لك اكوس يعني في ميه، ما دام في ميه يبقى في H و OH كمان موجودين عندي في الالكترولايت. يبقى السائل اللي هنا عباره عن Na وCl وH وOH. الH والOH دول جايين من كلمه ايه؟ اكوس. حلو. طب ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ يعني ال NaOH هيتكون ازاي؟ على الهادي معايا. ايه اللي يحصل عند الكاثود؟ يحصل عند الكاثود عمليه ريدكشن كنا بنقولها راك، اللي هو ريدكشن ات كاثود. حلو يا دكتور، جميل. وايه اللي بيحصل عندي عند الانود؟ عمليه ده يا دكتور يسري اللي هو اوكسيديشن بيحصل عند الانود. طب بالراحه بقى، من 10 دقايق لما ما كانتش اكوس، ما كانش فيه غير دول Na والCl. Na كانت بتروح عند الكاثود ويحصل لها ريدكشن، والCl نيجاتيف دي كانت بتروح عند الانود ويحصل لها اوكسيديشن، صح؟ ده اللي في داون سيل كان بيحصل لما اجي اعمل اكستراكشن للصوديوم في المولتن NaCl. دلوقتي في حاجتين بوزيتيف، ركز معايا الله يخليك. في Na بوزيتيف وH بوزيتيف. مين في دول اللي هيروح للكاثود؟ واحد بس. طيب يبقى اللي هيروح للكاثود دلوقتي في منافسه بين ال Na بوزيتيف والH بوزيتيف، واحد منهم اللي هيروح عند الكاثود يحصل له ريدكشن. كويس. طب يا دكتور، من شويه لما ما كانش فيه غير الCl نيجاتيف دي هي اللي كانت بتروح عند الانود ويحصل لها اوكسيديشن. دلوقتي عندي حاجتين نيجاتيف، الCl نيجاتيف والOH نيجاتيف، واحده منهم هتروح عند الانود ويتعمل لها اوكسيديشن. يبقى تاني دلوقتي عندي حاجتين بوزيتيف، صوديوم بوزيتيف واتش بوزيتيف، واحده من دول هتروح عند الكاثود ويتعمل لها ريدكشن. وعندي حاجتين نيجاتيف، CL نيجاتيف وOH نيجاتيف، واحده من دول هتروح عند الانود ويتعمل لها اوكسيديشن. تعال نشوف مين اللي هيروح وهيتعمل له ايه على الهادي كده. ال Na بوزيتيف والH بوزيتيف، واحده منهم بس اللي هتروح عند الانود ويحصل لها ريدكشن، يعني هتجين الكترون. مين يا دكتور يسري فيهم؟ الH بوزيتيف. يبقى الH بوزيتيف اهي خلاص ضن، الH بوزيتيف دي اعمل تحتها صح. الH بوزيتيف راحت عند الكاثود اهي واتعمل لها عند الكاثود عمليه ريدكشن ده اللي هو ايه؟ لوز ولا جين؟ اللي هو جين للالكترون. فالH بوزيتيف هتجين الكترون وتتحول الى اصلها اللي هي الاتش 0. بس اتفقنا مع بعض ان الهيدروجين ده داي اتوميك، يعني الاتش 0 دي لازم يبقى فيه منها 2 H2 جاز، فلازم يجي 2 من الهيدروجين اين وكل واحده منهم تجين الكترون، يبقى 2 الكترون. يبقى مبدئيا كده اللي بيروح عند الكاثود هو مين؟ الاتش بوزيتيف. يبقى تيجي عند الاتش بوزيتيف كده وتقول انها دي اللي هتروح عند مين؟ دي اللي هتروح عند الكاثود. قشطه يا دكتور. الاتش بوزيتيف هتروح عند الكاثود، ولما تروح عند الكاثود هيحصل لها عمليه ريدكشن وتبقى H2. يبقى اول حاجه هتطلع هنا في البرودكتس بتاعتي هتبقى ال H2 اللي جايه من ال H بوزيتيف دي. طب ال H بوزيتيف دي كام واحده بتروح منها؟ 2 عشان تديني الهيدروجين جاز. جميل. طيب مين بقى من دول؟ خلاص دي كده دورها خلص وبقت H2 عند الكاثود. طب مين من النيجاتيف دول؟
السي ال نيجاتيف ولا الاو اتش نيجاتيف اللي هتروح عند الانود ويحصل لها اوكسيديشن؟ اللي هتروح من دول هتبقى السي ال، يبقى السي ال دي هي اللي هتروح عند الانود ويحصل لها اوكسيديشن. تعال اوريك عند الانود اهو السي ال نيجاتيف راحت عند الانود واتعمل لها هناك عمليه اوكسيديشن اهو يا دكتور يسري. الاكسيديشن اللي هو لوزنج الكترون، فالسي ال نيجاتيف 1 عملت لوز لالكترون وبقت سي ال 0. قشطه قشطه. طب السي ال 0 دي ينفع تتواجد؟ لا دي داي اتوميك، فاذا دي لازم يبقى في منها 2 سي ال 2، فلازم يجي من هنا 2 وكل واحده تخسر منهم الكترون. اذا السي ال نيجاتيف راحت عند الانود وكونت لي ايه يا دكتور يسري؟ كونت لي سي ال 2 اللي هو جاز. يبقى الهيدروجين بوزيتيف راحت عند الكاثود وعملت لي هيدروجين جاز وطار، والسي ال نيجاتيف راحت عند الانود وكونت لي كلورين جاز وبرضه طار. طب استنى بقى، مين اللي لسه ما راحوش عند الكاثود او الانود؟ يعني ايه الحاجات اللي متبقيه في الالكترولايت لسه ما اشتغلتش؟ الاتش بوزيتيف بقى اتش 2 يبقى خلص، والسي ال نيجاتيف بقت سي ال 2 يبقى خلصت. واحد اتعمل له عند الكاثود عمليه ريدكشن والتاني اتعمل له عند الانود عمليه اوكسيديشن. مين اللي لسه ما راحوش ولا عند الكاثود ولا عند الانود وقاعدين مستنيين دورهم؟ ايوه، الان ايه ما راحتش في حته والاو اتش ما راحتش في حته، فالاتنين دول يبسبسوا لبعض بس 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 بس. احنا ما رحناش ولا عند الكاثود ولا عند الانود، فنقابل بعض، والان ايه لما تقابل الاو اتش هتكون لي هنا ان ايه او اتش اللي هو ليكويد. حمد لله على السلامة عزيزي الطالب، انا حضرت الصوديوم هيدروكسيد. يخرب بيتك يا دكتور، لفت دماغي. بالراحه بالراحه، بص انا هسال وانت جاوبني. انا هعمل عمليه ايه؟ الكتروليسيس. طب ايه اللي عندي هنا؟ ان اي سي ال بس ولا ان اي سي ال وميه؟ رد يلا. ان اي سي ال وميه. طيب البوزيتيف دول اللي هم الصوديوم والهيدروجين دول الان اي بلس 1 والاتش بلس 1، واحده منهم بتروح عند الكاثود ويتعمل لها ريدكشن. مين؟ الاتش بوزيتيف، والصوديوم خليها انا عايزها. يبقى الاتش بوزيتيف هتروح عند الكاثود ويتعمل لها عمليه ريدكشن وتتحول الى هيدروجين جاز يطير. قشطه قشطه. يبقى الاتش بوزيتيف ادتني هيدروجين جاز وخلصت. طيب عندي حاجتين نيجاتيف اللي هما السي ال نيجاتيف والاو اتش نيجاتيف، واحده منهم هتروح عند الانود ويحصل لها هناك اوكسيديشن. مين يا دكتور اللي بتروح عند الانود ويحصل لها اوكسيديشن؟ السي ال. غورها مش عايزها، انا محتاج الاو اتش. يبقى السي ال هتروح عند الانود يتعمل لها هناك عمليه اوكسيديشن وتبقى سي ال 2 جاز يطير هنا. حلو، يبقى انا تخلصت من السي ال نيجاتيف ومن الاتش بوزيتيف، واحده اتعمل لها اوكسيديشن والثانيه اتعمل لها ريدكشن وادوني اتش 2 وسي ال 2 طاروا عند الكاثود والانود. اللي لسه قاعد في الالكترولايت متبقي ما عملش حاجه، يعني لا راح للكاثود ولا راح للانود، الان اي بوزيتيف والاو اتش نيجاتيف. ايوه، ما انا كل ده بصنع ان اي او اتش. يبقى الالكترولايت الليكويد اللي هنا الان اي بوزيتيف هتقابل الاو اتش نيجاتيف تكون لي الصوديوم هيدروكسيد اللي هو ليكويد. يبقى الالكترولايت دلوقتي هو اللي اصبح صوديوم هيدروكسيد. خده وبيعه. الله يا دكتور، كده انا صنعت الحمد لله رب العالمين ال NaOH عن طريق الالكتروليسيس بتاع الاكوس، ودي عليها درجه، كونسنتريتد مركز وده عليه درجه، NaCl. قشطه قشطه يا دكتور الحمد لله، وفهمت الدنيا ماشيه ازاي. عشان توزن الايكويشن بس بتاعت حضرتك دي محتاج من دول 2 ومحتاج من دول 2 عشان يطلع لك Cl2 وH2، ودي الايكويشن بتاعت تصنيع ال NaOH عزيزي الطالب عن طريق الالكتروليسيس بتاع الاكوس كونسنتريتد NaCl. هنتكلم مع بعض دلوقتي على الشكل بقى بتاع الالكتروليتيك سيل الحقيقي. ده الشكل الكروكي. الشكل الحقيقي ايه يا دكتور؟ اهو قدام حضرتك بتاع الالكتروليتيك سيل اللي بنصنع عن طريقها NaOH. عايز افهمه لك بس يلا. مش انا عندي كاثود وعندي انود؟ حلو يا دكتور. الكاثود ده اللي هو النيجاتيف الكترود والانود ده اللي هو البوزيتيف الكترود، صح يا دكتور؟
ادي قدام حضرتك الانود اللي هو البوزيتيف الكترود، وادي الكاثود اللي هو النيجاتيف الكترود. كويس قوي قوي قوي. طب انا عندي هنا في النص الكترولايت. يا دكتور يسري، عند حضرتك حاجه اسمها الالكترولايت اللي انت حاطه وهتكهربه. ايه الالكترولايت السائل اللي موجود هنا قبل ما افتح الكهرباء؟ السائل ده عباره عن كونسنتريتد اكوس NaCl. فالسائل اللي عندي ده عباره عن كونسنتريتد واكوس NaCl قبل ما افتح الكهرباء. يبقى انا عندي Na وعندي Cl دي بلس 1 ودي ماينس 1، وعندي كمان من الميه H بوزيتيف و OH نيجاتيف. طيب ايه اللي بيحصل عند الانود وايه اللي بيحصل عند الكاثود؟ انت اللي هتقول مش انا. عند الكاثود النيجاتيف انهي بوزيتيف اللي هتروح ويحصل لها هنا عمليه ريدكشن اللي هو راك؟ الاتش بوزيتيف ولا الان اي بوزيتيف؟ ايوه الاتش بوزيتيف. يبقى عند الانود الاتش بوزيتيف هتروح ويحصل لها هناك عمليه اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ انا عند الكاثود، يبقى عند الكاثود اهو الاتش بوزيتيف راحت وهيحصل لها هناك عمليه اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ ريدكشن اللي هو جيننج الكترون، تديني هيدروجين جاز 2 و2 عشان ده يبقى 2. طب الهيدروجين ده جاز ولا مش جاز؟ جاز. يبقى الكاثود هتلاقي فيه بابلز طالعه عنده فوق كده، البابلز دي بتطلع من فوق هنا الهيدروجين جاز بتاعي. جميله جميله. طب يا دكتور ايه اللي بيحصل عند الانود؟ تعالى، اللي هيروح للانود حاجه من الاثنين النيجاتيف دول، يا Cl نيجاتيف يا OH نيجاتيف. اتفقنا مع بعض ان Cl نيجاتيف هي اللي بتروح عند الانود. يبقى عند الانود Cl نيجاتيف اهي هيحصل لها عمليه اوكسيديشن، يعني هتلوز الكترون تبقى Cl0. ادي الالكترون اللي خسرته، بس لازم ده يبقى Cl2 فدول يبقوا اتنينات. يبقى عند الانود في جاز هيطلع، الجاز اللي هيطلع عند الانود هيبقى ايه؟ كلورين جاز. يبقى انا هنا طلع H2 والH2 ده لقيته موجود عند مين؟ H بوزيتيف، يبقى ده بيطلع عند الكاثود، يبقى الاتش ده بيطلع عند الكاثود في شكل جاز. طيب وبالنسبه للCl نيجاتيف دي راحت هنا وعملت لي Cl2 وبرده ده جاز، والجاز ده طلع عند مين؟ الجاز ده طلع عند الانود. يبقى انا طلع لي جازين، جاز عند الكاثود وجاز عند الانود. قشطه قشطه. طب استنى، الالكترولايت اللي هو السائل اللي متبقي هنا، ايه اللي متبقي فيه؟ متبقي فيه Na و OH ما راحوش ولا عند الكاثود ولا عند الانود، هيقابلوا بعض يكونوا لي NaOH اللي هو ليكويد. يبقى الالكترولايت ده بعد ما كهربت طيرت الاتش بوزيتيف وطيرت Cl2 واتبقى في الالكترولايت نفسه السائل اللي هنا اصبح كله ايه؟ اصبح كله NaOH. طيب هتلاقي الديزاين بتاعها هنا مميز ان في النص هنا حاجه اسمها بورس دايفراجم. ايه البورس دايفراجم ده يا دكتور يسري؟ بيقول لك البورس دايفراجم ده كله بيسمح ان الاينز تتحرك. مش انت عندك اينز كتير جدا؟ الاينز، في اينز عايزه تروح عند الانود، وفي اينز عايزه تروح عند الكاثود، وفي اينز هتقابل بعض. كل دول بينتقلوا ويقابلوا بعض بسهوله علشان عندك في الجهاز هنا في النص حاجه مخرمه اسمها بورس دايفراجم، تبقى عارفها لنفسك بس. وبكده حبيب قلبي الحمد لله رب العالمين نبقى خلصنا التصنيع بتاع ال NaOH اللي كان غير منطقي. هصنع NaOH، هعمل الكتروليسيس لاكوس كونسنتريتد NaCl. قشطه قشطه يا دكتور. هنتكلم مع بعض على ايه دلوقتي؟ هنتكلم دلوقتي على شويه حاجات هنحفظها اللي هي بروبرتيز او صفات لل NaOH ده. يلا يلا يا سيدي. بيقول لك شويه فيزيكال وكيميكال بروبرتيز لل NaOH اللي اسمه كوستيك صودا، يعني صودا كاويه. طب يا دكتور هو شكله بيبقى عامل ازاي؟ اولا هو لونه بيبقى ابيض، يعني ال NaOH ده بتبقى شويه سوليد كده لونهم ايه؟ لونهم ابيض. طيب وايت سوليد سبستنس، الميلتنج بوينت بتاعته 318، يعني الصوديوم هيدروكسيد ده يتحول من السوليد للليكويد لما توصله عند درجه حراره 318. عبيط. طيب اللي بعدها كلمتين لازم تبقى عارفهم لنفسك ولازم والله للدنيا. كلمه هايجروسكوبيك او كلمه ديليكويسنت. كلمه هايجروسكوبيك معناه ان الماده دي بتمتص من الهواء اللي حواليها الميه او الرطوبه اللي فيه. يعني لو عندي ماده هايجروسكوبيك، الماده دي هسيبها كده شويه في الهواء، هتمتص من الهواء الميه اللي في الهواء، الرطوبه اللي في الهواء، وتبقى مبلوله شويه. الصوديوم هيدروكسيد من ابرز صفاته ان هو هايجروسكوبيك او ديليكويسنت سبستنس، يعني سبستنس ذات ابزورب الووتر فيبر من الاتموسفير اللي حواليه. ماشي، يبقى هو ابيض. يا ابيض انت يا جميل.
والميلتنج بوينت بتاعته 318 وبيمتص الميه اللي في الهواء، فبنقول عليه هيجروسكوبيك او ديليكويسنت. عايز تقول لي ايه تاني عليه؟ عايز اقول لك عليه ان هو كوستيك. يعني ايه كوستيك؟ يعني كاوي. بص بقى، لو جبت حته صوديوم هيدروكسيد كده وجيت تمسكها هتلاقيها ملزقه، لانها مصه الهواء، المصه الميه اللي موجوده في الهواء، فتحس انها شبه الصابونه. يبقى ملمسها زي الصابونه، لونها ابيض زي لون الصابونه، فانت تفتكر انها صابونه، تفضل تمسكها وتقعد تعمل كده تقول الله انا ماسك في ايدي صابونه، ماسك في ايدي صابونه. بس الحقيقه يا عزيزي انها عندها سوبي تاتش لكنها كروسيف. يعني ايه كلمه كروسيف؟ يعني كوستك. يعني ايه كلمه كوستك؟ يعني كاويه. يعني لو مسكتها وقعدت تفركها كده في ايدك وجيت تبص على ايدك بعد ما غسلتها هتلاقي ايدك اتحرقت عزيزي الطالب، لانها صودا كاويه. يبقى هي زي الصابونه في الملمس لكنها مجرمه وبتلسع، يعني كاويه. طب يا دكتور لو جيت دوبتها في الميه بتدوب ولا ما بتدوبش؟ هقول لك على حاجه بيني وبينك، اي حاجه في الدنيا فيها جزء اولاني صوديوم هتدوب في الميه. يعني ايه؟ صوديوم هيدروكسيد هيدوب في الميه، صوديوم يسري يدوب في الميه، صوديوم جدتي يدوب في الميه. ما دام في جزء صوديوم يبقى هيدوب في الميه، ما دام في جزء من الكومباوند من جروب 1 اي يبقى هيدوب في الميه. يبقى الصوديوم هيدروكسيد دي سولبل في الميه ولا مش سولبل؟ ايوه، ايزلي سولبل ان ايه؟ ان ووتر. طب الان اي او اتش لو دوبتها في ميه السوليوشن اللي عندي ده يبقى اسيدك ولا بيزك؟ معلومه منطقيه جدا، سوليوشن من الان اي او اتش يبقى اكيد هيبقى بيزك. جدع، يعني بتكون لي الكلاين او بيزك سولوشن. ولما تيجي تحط الصوديوم هيدروكسيد في ميه هتلاقي ان الرياكشن ده رياكشن اكزوثيرميك، يعني بيطلع شويه حراره. قشطه قشطه. شويه تفاعلات بقى، هعمل تفاعلين من اتفه ما يمكن. الان اي او اتش دول خدتهم وانت في المدرسه بشورت في ثالثه ابتدائي. الان اي او اتش ده بيز ولا مش بيز؟ بيز. قشطه. لو جبت انا على البيز ده اسيد ايه اللي يحصل؟ يا دكتور ده رياكشن من اشهر الرياكشنز اللي في الكيمياء اصلا، خدناه من واحنا في ابتدائي. اسيد وبيز دايما هيدوني سولت، اهو اللي هيتكون هنا هيبقى سولت ووتر. والرياكشن ده كنا بنقول ان اسمه نيوتراليزيشن رياكشن، لان السولت والووتر دول ولا اسيدك ولا بيزك. يبقى انا بادئ بحاجه بيز وحاجه اسيد يتفاعلوا مع بعض هيكونوا لي سولت ووتر. اكون السولت والووتر ازاي يا دكتور لو انا ما عدتش على مرحله ابتدائي واعدادي في تعليمي؟ هات ايدك، هات ايدك، هات. يلا خد البعيد مع البعيد. يا بعيد انت خد من هنا الميتال ومن هنا النون ميتال. الله، ان اي وسي ال يعملوا لي سولت اسمه ايه؟ الله، ان اي سي ال. ده منطقي جدا. حلو. طيب ايه اللي متبقي هنا؟ اتش. ايه اللي متبقي هنا؟ او اتش. يعملوا لي ايه؟ ووتر. ده حاجه عبيطه خالص طبعا، مش هتاخد منك وقت لان انت خدتها مليون مره قبل كده. يبقى تفاعل ال NaOH مع الاسيد يطلق عليه نيوتراليزيشن رياكشن، اسيد وبيز يدوني سولت ووتر. قشطه قشطه. طب هعمل تفاعل تاني، انظر الي بقى. هجيب ال NaOH اهو اللي احنا لسه عارفين ان هو ايه؟ بيز، وهحط عليه اسيد تاني عشان بس العب معاك. الاسيد التاني ده اللي هو H2SO4 سلفيوريك اسيد ميه نار. ايه اللي هيتكون هنا عزيزي؟ يا دكتور هيتكون هنا سولت وهتتكون هنا ووتر. قول لي بقى ايه السولت وايه الووتر؟ على الهادي هاخد البعيد مع البعيد، يبقى الصوديوم مع الصلفيت هيعملوا لي سولت اسمه صوديوم صلفيت. استنى، مع الضغط اللي انت بتتعرض له عزيزي لانك بتذاكر كتير جدا ومع زنقه الامتحانات، في سؤال زي كده عبيط تيجي تروح عامل كده صوديوم صلفيت ووتر، تلاقي في التصحيح غلط. ليه يا دكتور؟ هو الصوديوم صلفيت بيتكتب كده؟ انا اديتك الصوديوم صلفيت بيتكتب؟ لا، هو الصوديوم صلفيت بيتكتب ازاي؟ اعرف منين؟ الصوديوم دي +1 والصلفيت دي من الجروبس اللي حافظينها في التاسيسيه زمان لما كنا صغيرين ب-2 زو. يبقى الصوديوم صلفيت ده هيبقى Na2SO4 عزيزي. يبقى انا كده كونت سولت ووتر. يبقى ال NaOH مميز ان هو بيز، لو فعلته مع اي اسيد هيكونوا لي سولت ووتر برياكشن اسمه نيوتراليزيشن رياكشن. وبكده نبقى ذبحنا الصوديوم هيدروكسيد. هتعمل ايه معايا دلوقتي يا دكتور؟ اخر حته في الليسون، اخر حته في الليسون
هنجيب حاجه اسمها صوديوم كربونات ونعمل له نفس اللي عملناه للصوديوم هيدروكسيد. يعني الصوديوم كربونات ده هجيبه اعمل له بريباريشن احضره، وبعد ما احضره هتكلم على شويه كيميكال وفيزيكال بروبرتيز ليه ابقى خلصت الحته دي. يلا هات لي ورقه بيضه ونشتغل مع بعض الصوديوم كربونات بيها. يلا بينا. يلا بينا. اخر بقى حاجه خالص بعد الصوديوم هيدروكسيد هتكلم على حاجه اسمها الصوديوم كربونات ال Na2CO3. بص بقى، ال Na2CO3 ده او الهيدريتد منه، يعني ال Na2CO3 اللي ماسك مع 10 مولكيولز من الووتر، تبقى عارف دايما ان هو بيحب يتحوط ب 10 مولكيولز من الووتر. اسم الصوديوم كربونات ده الكوميرشال هو الواشنج صودا، وليه استخدام مهم جدا 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 عزيزي الطالب، ان هو بيريموف الهاردنس بتاعه الووتر، يعني بيخلي الهارد ووتر ميه طبيعيه. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ الصوديوم كربونات خلاص انا عرفت ان هو اسمه الواشنج صودا، وعرفت ان هو بيخلي الميه الهارد ميه طبيعيه، بس انا لا عارف ايه الميه الهارد ولا عارف ايه الميه الطبيعيه. تعال ما اوريك عزيزي الطالب. بص كده، انا هجيب لك اهو زجاجتين من الميه عزيزي الطالب، وهحط ده كده في جيبي علشان اشرح لك وتفهم مني الحته دي. الله يخليك ركز معايا. ايه الفرق بين الازازتين دول يا دكتور يسري؟ دي مشروب منها شويه لان انا كنت عطشان عزيزي الطالب فشربت منها شويه، غير ان دي اقل من دي. ايه الفرق بينهم تاني؟ دي بستيكر ودي من غير. ايه الفرق بين الميتين دول؟ هقول لك انا بقى. تعالى نفترض انا وانت ان ازازه الميه اللي بستيكر دي ميه طبيعيه، والازازه اللي من غير ستيكر دي عباره عن هارد ووتر. ايه الفرق بين الميه الطبيعيه وبين الهارد ووتر؟ هقول لك انا. الميه الطبيعيه دي اهي اللي احنا بنشربها او بنغسل بيها هدومنا او بنغسل بيها جسمنا لما بنستحمى عزيزي الطالب. الميه الطبيعيه دي اللي هي النورمال ووتر بتبقى عباره عن ايه؟ هل H2O بس اللي بيبقى جوه هنا؟ لا. لو جيت بصيت على الليبل بتاعها هنا هتلاقي ان فيها H2O. هقرا لك اهو: كالسيوم، مغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، كبريتات، كلوريدات، املاح ذاتيه. يعني بتحتوي على ميه، والميه دي بيبقى معاها شويه املاح. الاملاح دول بيبقوا موجودين بنسبه قليله جدا 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 عزيزي الطالب، بس جسمك محتاجهم. طيب الميه دي لو انا جبت صابونه وجبت الميه الطبيعيه دول وغسلت ايدي كده بالصابونه، وبعد كده صبيت على ايدي اهي ميه من الميه الطبيعيه عزيزي الطالب، هل الصابونه اللي انا حطيتها دي الصابون هينزل؟ لما بنيجي نستحمى في البيت بنستحمى بنورمال ووتر، الصابون بيبقى على جسمنا، بنشغل الدش الميه بتنزل هي والصابون. تمام. الهارد ووتر بقى دي يا دكتور يسري اخبارها ايه؟ اشرب بق من النورمال ووتر واقول لك اهو. انظر عزيزي الطالب على الزجاجة التانية. الزجاجة التانية عزيزي اهي اللي هي هارد ووتر، بيبقى فيها مية وبيبقى فيها املاح زي دي بالظبط، بس انا قلت لك الاملاح اللي هنا بتبقى بنسب لا تذكر، لكن هتلاقي الهارد ووتر دي مميزه ان فيها كالسيوم بلس 2 اينز ومغنيسيوم بلس 2 اينز، بس بنسب عاليه عن اللي بتبقى موجوده في النورمال ووتر. يعني يا دكتور هنا في كالسيوم ومغنيسيوم اينز بزياده. طب دول يعملوا لي ايه؟ هقول لك انا. دي عامله زي ميه الابار، دي ميه النيل، دي ميه الابار. ميه الابار دايما بتبقى هارد ووتر. لو امتى رحت حته فيها ميه ابار وجيت تستحمى بالهارد ووتر، جبت الصابونه وحطيتها على ايدك، وبعد كده جبت هارد ووتر وقعدت تنزل على ايدك، الميه بتنزل والصابون ما بيتغسلش، الميه بتنزل والصابون ما بيتغسلش عزيزي الطالب، اذا دي هارد ووتر. يبقى الهارد ووتر بتبقى مميزه ان الصابون اللي على ايد حضرتك ما بينزلش مع الميه، يعني الميه دي بيبقى اسمها هارد ووتر لانها غير قابله ان انت تستخدمها ولا في حمومك ولا في الغسيل بتاع الهدوم. طب بيعملوا فيها ايه؟ بص بقى، علشان احنا اصلا عندنا ندره ميه عزيزي الطالب، فهم بيجيبوا الهارد ووتر دي ويحولوها لنورمال ووتر، فحضرتك تقدر تستخدمها في ايه؟ في ان انت تستحمى او تغسل هدومك بيها عادي، مفيش فيها مشكله. علشان نحول الهارد ووتر لنورمال ووتر بنعمل ايه عزيزي الطالب؟ الكالسيوم والمغنيسيوم الزياده اللي هنا اللي مخليينها هارد ووتر هنحط حاجه علشان ترسبهم. يعني الميه دي ما فيهاش حاجه مرسبه، بس فيها كالسيوم ومغنيسيوم اينز دايبين. انا هجيب حاجه احطها هنا تمسك الكالسيوم والمغنيسيوم دول وترسبهم، يبقى في راسب هنا، رسبت خلاص الكالسيوم والمغنيسيوم سوليد. اللي رسبته ده هفلتره؟
ارمي السوليد، اخد الميه كميه نظيفه اديها لك تتغذى عليها. يبقى تاني كده، بص 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 عزيزي اهي، هنعملها مع بعض ورقه وقلم. عندي في الهارد ووتر كالسيوم بلس 2 ومغنيسيوم بلس 2، دول بيبقوا دايبين يعني سوليبل ان ووتر. كل اللي هعمله ان انا هجيب حاجه من عندي اسمها اكس، قشطه قشطه. اكس ده هحطه على الهارد ووتر، اكس ده هيخلي الكالسيوم والمغنيسيوم دول بدل ما هم سوليبل ودايبين في الميه، لا يرسبوا يبقوا شويه سوليد كده. ارميهم، خد ميه نظيفه كووتر طبيعيه، استحمى واغسل هدومك عادي. اتفقنا؟ اتفقنا. طب ايه الحاجه اللي بتمسك مع الكالسيوم والمغنيسيوم اللي موجودين دول وترسبهم؟ الحاجه دي هي الصوديوم كربونات، اللي هو الموضوع اصلا اللي انا بتكلم فيه اللي اسمه الواشنج صودا. يبقى الصوديوم كربونات دي هنجيبها، يبقى اكس ده هو الصوديوم كربونات. الصوديوم كربونات دي لما نرميها هنا في الهارد ووتر هتمسك مع الكالسيوم والمغنيسيوم، هيتكون عند حضرتك لو رميتها على كالسيوم كالسيوم كربونات، وهيتكون لو رميتها على مغنيسيوم مغنيسيوم كربونات. والكالسيوم كربونات والمغنيسيوم كربونات دول سوليد، يبقى الكالسيوم والمغنيسيوم اينز اللي كانوا دايبين في الميه لما حطيت عليهم صوديوم كربونات عملوا لي كالسيوم كربونات ومغنيسيوم كربونات اللي هو سوليد. السوليد ده هعمل عمليه فلتريشن، فلتره، ارمي السوليد، خد الميه نظيفه من غير الكالسيوم والمغنيسيوم الزياده اللي فيها. قشطه قشطه يا دكتور، جميله جميله يا دكتور. كده انا فهمتك معنى كلمه واشنج صودا. هنعمل ايه بقى دلوقتي عزيزي القمر؟ دلوقتي هنحضر او هنصنع الصوديوم كربونات. تصنيع الصوديوم كربونات عباره عن ايه؟ عباره عن تصنيعتين، انظر الي يا عزيزي الطالب. بص كده بقى، البريباريشن اوف صوديوم كربونات عندي تحضيرتين، تحضيره في اللاب يعني وانا قاعد في المعمل، وتحضيره في الاندستري لان انا بحتاج منه كميات كبيره فلازم تاخد تحضيره المصانع بتاعته. قشطه قشطه يا دكتور. نبدا بالتصنيع بتاع الصوديوم كربونات اللي بنعمله في المعمل، وهديك لينك مفيش اسهل منه في الدنيا. ركز معايا. ان لاب في المعمل عشان احضر كميه صغيره كده من الصوديوم كربونات امشي بيها حالي، بعمل ايه؟ انا كدكتور كده في المعمل بخش اجيب صوديوم هيدروكسيد اكوس. يعني ايه؟ يعني دايب في ميه. تمام تمام. بس الصوديوم هيدروكسيد اللي هجيبه اكوس ده هيبقى كونسنتريتد او ساتيوريتد. كويس قوي يا دكتور. يبقى انت جبت اللي احنا كنا بناخده من شويه. مش احنا قبل الصوديوم كربونات كنا بناخد الصوديوم هيدروكسيد؟ يا دكتور. يبقى علشان نصنع الصوديوم كربونات هنجيب الصوديوم هيدروكسيد برضه. طب الصوديوم هيدروكسيد اللي هجيبه ده هجيبه ايه؟ هجيبه ساتيوريتد وكونسنتريتد وهوت يعني سخن. يبقى جبته ساتيوريتد وكونسنتريتد وسخن، ولما جبته ساتيوريتد وكونسنتريتد وسخن عملت له كده وانا في المعمل. ايه يا دكتور ده تفيت عليه؟ لا نفخت فيه. ايه اللي طالع من بقي يا عزيزي؟ بنتنفس اكسجين لان احنا بشر مش زرع، وبنطلع من بقنا كربون دايوكسيد. يبقى انا جبت صوديوم هيدروكسيد كونسنتريتد وهوت ونفخت فيه شويه كربون دايوكسيد. ايه اللي هيحصل على الهادي بقى؟ هيتكون عندي صوديوم اهي ال Na، والسي او 2 والاو اتش دول هيعملوا لي السي او 3، والاو اتشات دي هتاخد اوهات من هنا وتطلع زياده في شكل ميه. طب انا عليا ايه اللي بيحصل كتفصيله؟ لا، كل اللي عليك تقول لي الاتي اهو. جبت الان اي او اتش ده وهو هوت وهو كونسنتريتد ونفخت فيه كربون دايوكسيد، هيتكون عندي الصوديوم كربونات. الصوديوم من هنا والكربونات من هنا، وطلع معايا كمان H2O. يبقى طلع معايا الصوديوم كربونات اللي هو السولت بتاعي، وتكون كمان ووتر. بس استنى، الصوديوم كربونات ده بيبقى دايب في الميه صح؟ علشان اخده في شكل الصوديوم كربونات مش دايب في الميه كريستالز، بعمل ايه؟ اكتب بايدك معايا. الصوديوم كربونات اللي اتكون هنا ده بيبقى دايب في الميه دي، علشان يبقى موجود في شكل سوليد اكتب بايدك ليف تو كول جراديولي. يعني ايه يا دكتور؟ مش انا بادئ الرياكشن ده على السخن عزيزي الطالب؟ يبقى البرودكت ده برضه سخن، هسيب البرودكت السخن ده اللي هو شويه صوديوم كربونات دايبين في ميه ان هو يبرد، بس يبرد
يبرد جراديولي يعني خطوه خطوه، هتلاقي بعد ما تسيبه يكول جراديولي اتكون عندك تحت حاجه اسمها كريستالز اوف الصوديوم كربونات بتاعك، والعمليه دي اسمها كريستاليزيشن بس مش عليك تفاصيلها. تبقى عارف ان لو في حاجه بتدوب في الميه كده وهي ساتيوريتد، يعني ايه كلمه ساتيوريتد؟ يعني الميه متشبعه بيها، لو سبتها علشان تكول جراديولي هتتكون شويه كريستالز من الصوديوم كربونات. بس كده بس كده يا دكتور. يبقى يلا التصنيع اللي في اللاب جبت ايه يا دكتور؟ اهو التصنيع اللي في اللاب، جبت الصوديوم هيدروكسيد كونسنتريتد وهوت ونفخت فيه، يعني اديته كربون دايوكسيد، حصل بينهم رياكشن كون لي صوديوم كربونات وووتر. الصوديوم كربونات ده دايب في الووتر والووتر مليانه بيه يعني ساتيوريتد يعني متشبعه بيه. كل اللي هعمله ان هو هسيبه علشان يكول جراديولي، يعني ما تعملش كولينج مره واحده، لا هتسيبه علشان يكول جراديولي خطوه خطوه، ولما تسيبه علشان يكول جراديولي خطوه خطوه هتتكون عندك كريستالز من الصوديوم كربونات. حلو حلو. نخش بقى يا عزيزي على تاني حاجه عندنا اللي هي الاندستريال بريباريشن او التحضير في المصانع للصوديوم كربونات. هنعمل دلوقتي مصانع الحاج يسري لتصنيع الصوديوم كربونات، لازم ننتجه بطرق كبيره او بكميات كبيره، فلازم يتعمل في مصنع بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي اتعمل بيها في اللاب. تعال بقى امشي معايا القصه كده واحده واحده. هنعمل هنا 4 خطوات، والاربع خطوات دول اكتشفهم عالم اسمه سولفي، فسمى الطريقه دي باسمه سولفي بروسيس للاندستريال بريباريشن بتاع الصوديوم كربونات. بص بقى اللي بيحصل عندي في المصنع ايه. اول خطوه بتحصل عندي في المصنع ان انا بجيب امونيا، حاجه بره الموضوع خالص، انا عايز اصنع صوديوم كربونات. فشوف سبحان الله ببتدي بايه؟ ببتدي بامونيا. يبقى سولفي ده بدا بامونيا. طب جاب امونيا، والامونيا اللي جابها يا دكتور عمل فيها ايه؟ نفخ فيها زي اللي عملته هنا. زي اللي عملته هنا. يبقى الامونيا اهي هنفخ فيها يعني كربون دايوكسيد، والزياده ان انا هبلها. يبقى انا هجيب امونيا انفخ فيها، يبقى انفخ وايه وبل. هنفخ وبل مين؟ هنفخ وبل امونيا. طب انا لما انفخ وبل امونيا يا دكتور ايه اللي هيتكون عندي؟ ركز معايا. الامونيا هتمسك مع الكربون دايوكسيد والاتشات اللي في الميه وتلاقي تكون عند حضرتك سولت. اسم السولت ده امونيوم كربونات. الامونيوم اللي هي ال NH4 دي الفالنسي بتاعتها +1 والكربونات دي -2. لما تجيب ده هنا وده هنا يبقى الامونيوم بين قوسين 2 والكربونات واحده ما بحطهاش بين اقواس. يبقى الامونيا لما جبتها نفخت فيها وبلتها اتكون عندي سولت. السولت ده اسمه امونيوم كربونات. حلو، انا كده حققت نص حلمي وتكون عندي كربونات. محتاج الكربونات ده بقى يمسك مع صوديوم. اعمل ايه يا دكتور؟ ركز معايا. الامونيوم كربونات اللي انت كونتها دي هتجيبها وتحط عليها شوية ملح بس كده. والله يبقى الامونيوم كربونات اللي جبتها هحط عليها شوية NaCl وهيحصل رياكشن بين سولت وسولت اسمه دبل ديسبليسمنت رياكشن. خدته 100 مرة من وانت صغير، هعمله لك تاني. انظر الي. ال NH4 دي +1 والكربونات دي -2 وال Na دي +1 والCl دي -1. هتاخد الحته البوزيتيف من هنا مع الحته النيجاتيف من هنا وهيتكون عندك سولت اسمه امونيوم كلورايد. حلو. وهتيجي بعدها تاخد الحته البوزيتيف من هنا اللي هي الصوديوم مع الحته النيجاتيف من هنا هيتكون عندك سولت تاني اسمه صوديوم كربونات. يبقى باخد البعيد مع البعيد القريب مع القريب ويتكونوا عندي 2 سولتس. السولت ده اسمه صوديوم كربونات والسولت ده اسمه امونيوم كلورايد. هتقول لي حلو يا دكتور يسري، الحمد لله انا صنعت كده صوديوم كربونات وحققت حلمي. هقول لك تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هيحصل هنا خطوتين كمان. الخطوة الأولانية اسمها غصب عني، والخطوة التانية هتبقى حل المشكلة. في مشكلة هتحصل، المشكلة دي هتبقى غصب عني، وبعد كده المشكلة دي هنحلها. عزيزي الطالب قول لي يا دكتور ايه المشكلة اللي حصلت عندك بسرعة؟ انا خفت عليك. بص كده، مش انا المفروض اصنع صوديوم كربونات يبقى انا كده خلاص بقى معايا صوديوم كربونات افرح؟ لا، الصوديوم كربونات اللي اتكون عندك ده اكوس
حلو، يعني دايب في الميه، وانت حاطط من الاول كربون دايوكسيد وووتر، هيظهروا تاني. يعني في كربون دايوكسيد وميه لسه ما تفعلوش، انت فعلت كربون دايوكسيد وميه مع امونيا، بس لسه في المصنع عندك في كربون ودايوكسيد وميه ما تفعلوش مع الامونيا دي، يبقى الكربون دايوكسيد والميه هيظهروا هنا تاني ويبوظوا لي شغلي. بتحصل خطوه اسمها غصب عني. غصب عني الصوديوم كربونات اللي اتكون هيقابل كربون دايوكسيد وميه. طب ولما يقابل كربون دايوكسيد وميه يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ بدل ما هو صوديوم كربونات هيبقى صوديوم باي كربونات. وهناك فرق عزيزي الطالب شاسع. الصوديوم كربونات ال Na دي بلس 1 والCO3 دي ماينس 2، فلما جبت ده هنا وده هنا بيتكتب Na2CO3. انما الباي كربونات ده اللي هو ال HCO3، فال Na ببلس 1 والباي كربونات كله اللي هو ال HCO3 ده بماينس 1. يعني ده هنا وده هنا يبقى الصوديوم باي كربونات بيتكتب NaHCO3، وتوزن بس هنا تحط لي 2. قشطه قشطه. طب الصوديوم باي كربونات اللي اتكون ده يا دكتور يسري اخباره ايه؟ بص بقى، الصوديوم باي كربونات اللي اتكون ده اكتب بايدك بقى ان هو ساتيوريتد سوليوشن. يعني ايه يا دكتور ساتيوريتد سوليوشن اللي انت بتقوله ده؟ بيبقى دايب في الميه. بيبقى دايب في الميه، بس بيبقى دايب منه كميات كبيره جدا في الميه. اول لما تسيبه يبرد شويه حتى في درجه حراره المعمل هتلاقيه لوحده رسب لحضرتك في شكل ايه؟ رسب لحضرتك في شكل سوليد NaHCO3. يبقى ال NaHCO3 دي حاجه بتدوب في الميه، بس علشان ده مشبع يعني ساتيوريتد قوي، يعني كميه سولت كبيره قوي دايبه في كميه ميه قليله قوي، بتلاقيه لوحده رسب كريستالز. اترسبت عندك ايه؟ ترسب عندك سوليد NaHCO3 وبوظ لك الدنيا. ليه بوظ لك الدنيا؟ لان انت عايز تصنع صوديوم كربونات مش صوديوم باي كربونات. كل اللي هتعمله ان انت هتاخد شويه السوليد صوديوم باي كربونات دول، حل المشكله ان انت تسخنهم. طب لما تسخنهم ايه اللي هيحصل؟ عكس المشكله بالظبط. يعني ايه عكس المشكله بالظبط؟ هيرجع تاني لاصله اللي هو صوديوم كربونات ويطرد ميه ويطرد كربون دايوكسيد. يبقى لو جبت الصوديوم باي كربونات ده وسخنته هيتكون عند حضرتك صوديوم كربونات وميه وكربون دايوكسيد، وعشان توزن هتحط هنا بس 2. قشطه قشطه. يبقى تاني سولفي ميثود دي يا دكتور كلبه قوي وهتتعبني. بالراحه نبتدي الاول نشوف احنا عملنا ايه. جبنا امونيا. قشطه يا دكتور، بلتها ونفخت فيها، يعني CO2H2O اتكون عندي امونيوم كربونات. الامونيوم كربونات اللي اتكون عندي ده هحط عليه شويه ملح NaCl. ال Na تاخد ال CO3 يتكون عندي صوديوم كربونات، والامونيوم تاخد الكلورايد تعمل لي امونيوم كلورايد. طب الحمد لله لسه هقول ايه؟ صنعت صوديوم كربونات غصب عني غصب عنك، ضعف مني ضعف منك عزيزي الطالب، مش بمزاجنا. الصوديوم كربونات ده هتلاقيه تفاعل مع كربون دايوكسيد وميه لسه ما تفعلوش، كنت حاططهم في اول خطوه، وهتلاقيه كون عندك صوديوم باي كربونات ورسب في شكل سوليد. طب انا قرفان عايز ارجع تاني بقى اجيب الصوديوم كربونات من الصوديوم باي كربونات. هجيب الصوديوم باي كربونات ده واسخنه، هطرد منه كربون دايوكسيد وميه، هيرجع لي صوديوم كربونات. الحمد لله رب العالمين، انا وصلت عزيزي الطالب للي انا عايزه. وبكده نبقى حضرنا الصوديوم كربونات، واحنا في اللاب قاعدين نفخنا في NaOH وعملنا سولفي بروسيس كامله قدام حضرتك، خطوتين غصب عني وحل المشكله. كده حبيبي خلصنا الصوديوم كربونات كتحضير. فاضل ايه بقى في الصوديوم كربونات؟ هتكلم مع حضرتك دلوقتي في دقيقتين على الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز بتاعت الصوديوم كربونات، وابقى قارنها بالصوديوم هيدروكسيد. يلا، لو جبت شويه صوديوم كربونات، الصوديوم كربونات لوحده بيبقى وايت باودر وبيديزولف ان ووتر بسهوله جدا. يبقى الصوديوم كربونات في حد ذاته بيبقى وايت باودر وبيدوب في الميه بسهوله. طب لما يدوب في الميه بسهوله، ال Na2CO3 الاكوس اللي هي دايبه في الميه دي تعتبر يا دكتور اسيد ولا بيز؟ مش ال NaOH الاكوس انت عارف ان هو بيز؟ وعايز اقول لك كمان ان الصوديوم كربونات ده عندنا في الكيمياء بنعتبر ان هو بيز. اذا السولوشن بتاعه لما بدوبه في ميه بيبقى الكلاين ولا اسيدك بيز؟ يبقى الكلاين يا دكتور يسري، والليتمس بيبر لونها يتحول للون بتاع البيز اللي هو بلو. قشطه قشطه. عايز تقول لي ايه تاني فيه؟ بيرياكت مع الاسيدز بس في كربون دايوكسيد بيطلع. بص على الايكويشن دي وهنقارنها بالNaOH. اسمع مني يا عزيزي الطالب، من شويه لما كنا بنعمل ال
OH. كنت بقول لك ان ال NaOH ده في حد ذاته يعتبر بيز، فلما كنت اجيب له اسيد زي ال HCl كان بيبقى رياكشن بيز مع اسيد اهو، اسيد رياكشن البيز مع الاسيد ده كان بيطلع لي سولت ووتر. فاكر كنا بنعملهم ازاي؟ ده بيز وده اسيد، كنت بطلع الووتر ادي OH وادي اتش، يبقى طلعت الووتر اهي اللي هي H2O، ادي الووتر طلعت عندي يا دكتور، ثم تاخد حته الميتال وحته النون ميتال اللي متبقيين دول مع بعض، يبقى اداني هنا NaCl صح؟ يبقى برضو يا دكتور انا هربط ده باللي عملته من شويه. مش انا من شويه قلت ان ال NaOH ده بيز، لو جبت معاه اسيد بيتفاعل معاه ويديني سولت ووتر. طب انا هجيب البيز الثاني بقى اللي انا باخده دلوقتي اللي هو الصوديوم كربونات. الصوديوم كربونات عزيزي الطالب برضو يعتبر بيز، والاتش سي ال دي تعتبر اسيد. ما انا لسه قايل لك ان الصوديوم كربونات ده بيزك زي الصوديوم هيدروكسيد، اضعف منه شويه بس برضو بيزك. يبقى الصوديوم كربونات ده بيز وهنا اسيد، يدوني يدوني سولت وووتر زي ما حصل تحت. بس خلي بالك بقى ان لو البيز كان كربونات بالمنظر ده، في برودكت زياده بيظهر هنا اللي هو كربون دايوكسيد جاز. ده ما بيظهرش هنا لان البيز هنا صوديوم هيدروكسيد ما فيهوش كربونات، انما البيز في الرياكشن ده صوديوم كربونات فيه كربونات، يبقى تفاعل الاسيد بيز بتاعه لازم يطلع كربون دايوكسيد. طب قول لي اعمله ازاي يا دكتور؟ يلا هناخد ال Na مع الCl، يبقى السولت اللي هيتكون عندنا هيبقى NaCl، وهناخد الاتشات مع اوهات من هنا هتديني ال H2O. بس استنى لسه في كربون، هتبقى في ذمه مين دي؟ في ذمه ربنا، كلنا في ذمه ربنا عزيزي الطالب، خليك راجل مؤمن. الكربون دي بتطلع مع اوهتين في شكل كربون دايوكسيد جاز، والجاز ده دايما لما بيطلع في اي رياكشن بتلاقي فيه بابلز طالعه كده بنقول عليها فوران او افرفيسنس. يبقى دايما CO2 ده مرتبط بعمليه اسمها فوران اللي هو الافرفيسنس يا دكتور يوسف. اكتبها لك صح اهي فيسنس. الله يا دكتور، يبقى هو ده الفوران. واي رياكشن بيطلع جاز بالمنظر ده بتلاقي الجاز ده بيبان لحضرتك في شكل فوران بابلز كده طالعه لك في التست تيوب. يبقى رياكشن الصوديوم كربونات مع الاسيد بيديني سولت ووتر وكربون دايوكسيد، انما من شويه الصوديوم هيدروكسيد مع الاسيد كان بيدي سولت ووتر بس. ده فيه افرفيسنس لانه بيطلع جاز، ده ما فيهوش افرفيسنس عشان ما بيطلعش جاز. وبكده عزيزي القمر الحمد لله رب العالمين نبقى وصلنا للثانكيو اللي انت قاعد مستنيها من اول اليوم. قضينا على جروب 1A كله في حصتين، حصه كنت لابس اسود وحصه لابس لك اخضر. هنعمل نص الشابتر الثاني ان شاء الله على حصتين يوم السبت الجاي واللي بعده. هنخش بقى على جروب تاني في البريودك تيبل اللي هو جروب 5A ونمسكه ونفصصه زي ما عملنا في جروب 1A. والنبي يا اخي بالله عليك ما تنساش تدعي لي دعوه حلوه، تذاكر كويس، ولو عندك اي اسئله تقدر ترجع لنا انا والتيم في اي وقت. شكرا جزيلا عزيزي الطالب، وامل ان انا اكون وصلت لك المعلومه ولميتها لك بشكل جميل. ذاكر كويس عشان الامتحانات قربت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.